حبايبي ثالثه ثانوي عاملين يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله النهارده هنحل امتحان استرشادي 2025 فبراير اول امتحان. تعالى كده يا معلم مع بعض واحده واحده نشوف هي بتقول ايه ونحلها ازاي مع بعض. يلا يا باشا. اول سؤال بيقول لك in the opposite electric circuit when the value of rheostat decrease. ماشي. ايه اللي يحصل الريدنج بتاع الفولتميتر؟ طيب الاسئله دي كنا بنحلها باسطمبه. ايه هي؟ يلا يا معلم نشوف اول حاجه ايه اللي حصل للريوستات ونعكسه في مين؟ نعكسه في الاي. يلا يا باشا نقول لك بامانه يا عم لو الريوستات قل اكيد الاي هتزيد، صح ولا غلط؟ جميل. تاني حاجه كنا بنشوف مكان الفولتميتر فين. يلا يا ريس الفولتميتر موجود على كل ده، يعني موجود فوق باتري. الحمد لله الار انترنال بزيرو وعندي ريوستات. طيب تعالى يا عم نكتب في ايكوال البطاريه بتدي فولت ولا بتاكل؟ بتدي فولت يبقى بالبوزيتيف. الار بياكل يبقى ماينس اي في ار ريوستات. طيب تعالى نشوف هنا ايه اللي حصل. ريوستات قل وايه اللي حصل للاي؟ زادت. دايما اتفقنا لو في خناقه بين الاي والار دائما بنسمع كلام الار. جامد. يبقى في الحاله دي هسمع كلام مين؟ هسمع كلام الريوستات. فكل القيمه دي يا مستر هيحصل لها ايه؟ هتقل. واي حاجه بتقل بعد النيجاتيف تعمل ايه في اللي بره؟ تزود اللي بره. يبقى الاجابه انكريز. واحد يقول لي يا نهار ابيض لا يا عم انا ما بحبش الطريقه دي. تعالى اعمل لك طريقه ثانيه. مش اتفقنا يا بابا الفولتميتر موجود فوق دول صح؟ واتفقنا دايما هو اللي طالع من الباتري والار ريوستات مين اللي هياخده؟ الباقي السيركت اللي هو مين؟ اللي هو الجزء اللي تحت. حتى بالاماره الجزء ده برر للفولتميتر برر لمين؟ للي تحت. يعني يا عم مش عارف تشتغل في البورد اللي فوق ممكن تشتغل على مين؟ على البورد اللي تحت. يعني ببساطه ممكن نقول في ايكوال اي في الار العاديه ده الار كونست. حلو جدا. الار دي ثابته والاي لسه قايلين انها بتزيد فالفي هيزيد يبقى برضه الاجابه انكريز من غير ما تضيع وقتك. اللي بعده اسئله الريزيستنس. قال لي تو واير اوف سيم ماتيريال. يلا يا مستر يعني ايه كلمه سيم ماتيريال؟ يعني سيم رو، يعني رو 1 ايكوال رو 2. قال لك if diameter of first is 3 times diameter of second. diameter of first يعني diameter 1 3 مرات diameter مين؟ diameter 2. حلو جدا. and the resistance of second is 4 times resistance of first. ثانيه. وقال لك R2 اهو resistance 2 equal مين؟ 4 R1. جميل جدا. قال لك so the length of second is not length of first. length of second قد من الفيرست يعني هو عايز L2 over L1 بكام؟ طيب واحده واحده كده. يلا يا مستر تعالى نحل. هنحل ازاي؟ الريشيو دايما شاطر. الريشيو ريزيستنس 2 على ريزيستنس 1 ايكوال. واحد يقول لي يا مستر انا كل مره بحب اشتغل ار1 على ار2 هتفرق؟ لا بس اقول لك حاجه للانجاز كده. هو طالب مين؟ مش هو طالب لينس اوف سكند على لينس اوف فيرست؟ هو لينس اوف سكند هو مش الار مع ال. يعني دايما تبتدي مع اللي هو طالبه. يعني ايه؟ يعني مش طالب لينس اوف سكند صح واللينس دايركت مع الار يبقى تبتدي بار2 على ار1. ليه يا عمي؟ مش ار2 على ار1 هي ال2 على ال1. ففي الحاله دي كاني ده القانون في الكالكوليتور لو انت مش بتعرف تحسب بالماس كانه ده الاكس. فاهم حاجه؟ جميل. بس خلي بالك يا مستر ال معايا بس الاريا مش معايا صح؟ يبقى المفروض نكتب L2 اريا 1 وال1 اريا 2. بس خلي بالك انا ما عنديش الاريا عندي الدايمتر صح؟ ما اتفقنا الاريا تمام ممكن نشيلها نحط مكانها راديوس سكوير او دايمتر سكوير. يبقى انا يا عم دلوقتي اشيل الاريا دي اريا 1 احط مكانها دايمتر 1 سكوير واشيل اريا 2 دي اهو هحط دايمتر 2 مين؟ سكوير. يلا يا معلم تعالى نحسب. يلا يا باشا. ريزيستنس 2 بكام؟ 4 ونشطب الريزيستنس 1 او كاني هشيل ريزيستنس فاقول 4 ريزيستنس 1 ار1 هطير مع ار1. جميل. ال2 على ال1 دي اللي انت جامد عايزها هي دي القانون اللي هو الاكس بتاعنا صح؟ يلا مين اللي معايا؟ دايمتر 1 ب 3 يبقى نشيل دايمتر 1 ونقول 3 سكوير ونشيل دايمتر 2. يلا يا باشا هتطلع في الكالكوليتر 4 ايكوال اكس تايمز 3 سكوير. ده لو عايز تعملها شيفت سولف. طب اللي في الماس اهو مش 4 ايكوال ال2 على ال1 تايمز 3 سكوير. يلا يا عم مش انت عايز L2 على L1 دي اللي بالتايمز تروح هناك بالايه؟ بالديفايدد هتطلع الاجابه 4 اوفر 9. اللي بعده. السؤال بيقول لك 3 ايدنتيكال ريزيستور each of value 24. جميل. عندي 3 ريزيستانات زي بعض الار بتاعتها بكام الواحده؟ 24. connected in different way. ماشي. قال لك the following choice represent possible value يعني التشويسز دي البوسيبل فاليو فور ايكويفالنت ريزيستنس اكسبت ما عدا مين؟ تعالى يا عم نشوف. يلا مستر هو انا لو عندي 3 ارات ايه الاحتمالات الممكنه؟ تعالى اقول لك. اول احتمال اللي كلنا عارفينه ان هو كله يكون سيريس 24 24 24 اوم. هتطلع الار ايكويفالنت بكام؟ تمام. لو السيريس ونفس الرقم يبقى الرقم في العدد يبقى 24 تايمز 3 تطلع ب 72 اوم. جميل. هل 72 موجوده؟ لا اصلا مش موجوده. تعال نكمل. كلهم ايه؟ كلهم برر يا مستر.
24 24 24 يبقى الار ايكوفالنت الرقم على العدد، يبقى 24 على 3 تطلع بكام يا عمي؟ اهو يا عم كالكوليتور هقول له 24 على 3 تطلع بكام؟ تطلع ب 8 اوم، يبقى بكام يا عمي؟ 8 اوم. تحفه. طب ممكن ايه كمان؟ ممكن يا عم نقول 2 سيريس وواحده بارل، او 2 بارل وواحده سيريس. تعال نجرب. اولا ال8 موجوده اختارها صح؟ لا يا بابا، قال لك اكسبت ما عدا مين؟ يبقى دي غلط. تعال نشوف. ممكن يا مستر 2 سيريس اهم، واحده بارل معاها، يبقى 24 و24 فوق سيريس و24 تحت ثانيه بارل. طب يا مستر ال 24 وال 24 سيريس يبقى 48 صح؟ وال 24 بارل تعالى نحسب ار ايكوفالنت ايكوال برودكت على السم 48 تايمز 24 على 48 بلس 24 صح ولا غلط؟ يلا يا مستر تعالى نحسب اهو 24 تايمز 48 على 24 بلس 48 ايوه دي 24 يطلع بكام؟ يطلع ب 16. تعالى يا عم اهو 16. طب ما برضه موجود يبقى غلط. اخر حاجه يا عم خلاص 2 برل واللي يطلع مع واحده سيريس 24 و24 و24 يلا يا مستر ال 24 على 2 12 اوم 12 اوم بلس 24 يبقى الار ايكوفالنت بكام؟ 36 اوم. 36 موجوده؟ موجوده، يبقى دي برضه غلط، يبقى ما قداميش غير اجابه واحده اللي هي كام يا معلم؟ اللي هي ال 20 اوم. تعالى اللي بعده. قال لك the opposite circuit there is a resistance AB of 12 كيلو اوم. ثانيه، قال لك في السيركت اللي قدامك دي اهو من A ل B من هنا لحد هنا بكام؟ كل ده يا عمي بكام؟ ب 12 كيلو اوم. كيلو يعني 1000 صح؟ يعني تايمز 10 باور 3 او 1000 3 زيروهات، يبقى ده مستر 12 كيلو اوم. قال لك where its terminal are connected to a potential difference 220 فولت. اهو يا عم متوصلين ب 220 فولت. حلو جدا. قال لك ايه بقى؟ قال لك where its terminal connected to potential difference 220 فولت. If the part AC that represent quarter of AB. ثانية فين AC؟ اهي يا ابن اللذينة. الحتة دي بيقول عليها قد ايه؟ دي كوارتر AB. طب واحدة واحدة. يعني ايه كوارتر؟ ربع. يعني انت يا عم لو عايز تعرف AC بكام؟ قول له يا عم والله ربع. تايمز 12 كيلو. تطلع بكام؟ هتطلع 3 كيلو اوم. بس يبقى يا عم دي كده ب 3 كيلو اوم. يبقى الباقي بكام؟ 9 كيلو اوم. اهو يا عم انت ما تتعبش دماغك، يبقى ده 9 كيلو مين؟ 9 كيلو اوم. تعالى نكمل. قال لك ايه بقى؟ قال لك AC that represent quarter of resistance AB. ال AC quarter ال AB جميل. is connected to voltmeter 6 كيلو اوم. يا ابن اللذينه. قال لك ده الفولتميتر بكام؟ 6 كيلو اوم. عادي جدا. هو عايز مين؟ عايز الفولتميتر ريدنج. بص يا عم من غير ما توجع دماغك. السؤال ده ببساطه بعد ما رسمناه كده كانه ايه؟ كان يا عم عندي اهو بطاريه 220 فولت متوصله ببرد 9 كيلو اوم، وبعد كده ب2 اهو 2 ار كام وكام؟ 3 كيلو اوم وفوقيها كام؟ 6 كيلو اوم. وال6 كيلو يا حبيبي ده هو مين؟ هو ده الفولتميتر. طب خلاص يا عمي، ما انت لو هو عايز يعرف في الاخر الفولتميتر هيقرا ايه؟ حبيبي انت لو جبت الفولت اللي فوق هو الفولت اللي تحت هو الفولت بتاعهم هما الاثنين. طيب اجيب الفولت ازاي؟ يلا يا عمي اول حاجه نجيب الار ايكوفالنت. تعالى كده يا عمي اول حاجه اهو نجيب الار ايه؟ اهو ار ايكوفالنت. يلا يا مستر ال 3000 وال 6000 تعالى نحسبهم. 3 تايمز 6 على 3 بلس 6 هتطلع ب 2 كيلو اوم صح؟ يبقى التسعة وال2 كيلو الاثنين على بعض بكام؟ اهو يبقى 9000 زائد 2000 تطلع الار ايكوفالنت بكام يا عمي؟ 11000 اوم. جميل، دي كده الار ايكوفالنت. جبت الار، تعالى تاني حاجه نجيبها اي مين. ايه قانون الاي مين؟ في بي على ار ايكوفالنت بلس ار انترنال. هنا ما حدش جاب سيره الار انترنال. يلا يعني تطلع كام؟ 220 على 11000. يلا يا عمي هقول له 220 على 11000 تطلع بكام؟ 0.02. يبقى يا عمي 0.0 كام؟ 02 امبير. حلو جدا. يبقى انا كده يا معلم بقى معايا كهرباء ماشيه هنا اهو 0.02 امبير. طب هتعدي هنا، انا عايز الفولت ده ولا عايز الفولت بتاع الفولتميتر اللي فوق؟ حبيبي ما اتفقنا الفي اللي فوق هو الفي اللي تحت هو الفي بتاعتهم هما الاثنين. يعني انت ببساطه عايز تنجز هتقول له الفي ايكوال اي في الار. انهي ار؟ اللي فوق او اللي تحت؟ او لو هتشتغل اي مين يبقى الار بتاعتهم هما الاثنين اللي اسمها ار ايه؟ ار بارل. يلا يا ريس الاي بكام؟ 0.0 كام؟ 2 تايمز الار بارل. ده ولا الاثنين على بعض؟ الاثنين على بعض اللي هو بكام؟ اللي هو ب 2000
او. صح ولا غلط؟ يلا يا عمي هنقول 0.02 الانسر اللي يطلع تايمز 2000 اهو، تايمز 2000 صح؟ تطلع بكام بقى يا معلم؟ هتطلع ب 40. يبقى الاجابه كام؟ 40 فولت. يبقى الاجابه مين؟ 40 فولت. الاجابه رقم دي. واحده واحده كده. تعال نشوف سؤال اللي بعده سؤال ده رايق وحليناه في المعاصر. تعال نشوفه مع بعض. قال لك in the opposite figure a straight wire is placed perpendicular to uniform magnetic field B. قال لك بص، ده انا عندي سلك اهو يا عمي محطوط جوه ماجنتيك فيلد اسمه بي ذات از دايركتد انتو ذا بيج. لازم واحنا بنحل فكر واحده واحده. قلت لك بنعمل ايه؟ نترجم. اهم حاجه ازاي نترجم؟ هو بيقول ايه؟ بيقول لك عندي سلك محطوط في ماجنت اسمه بي داخل جوه الورقه. يعني الماجنت ده اسمه بي. ماشي. قال لك ايه بقى؟ when the electric current I passes in the wire. ده في سلك اسمه ايه؟ في كهرباء اسمها I مشيت في السلك. قال لك the total magnetic flux at point B become 3B. اتفقنا دايما. افتكر السؤال ده. لو قلت لك ايه؟ لو قلت لك يا معلم انت فلوسك مرتين فلوسي. حلو. انت معاك كام؟ هتقول لي ما اعرفش. انت يا عم معاك كام الاول عشان اعرف اجاوب؟ هو ده اللي بنعمله. صح؟ لو قال لك دايما اصلا الماجنت في النقطه دي بكذا، يبقى لازم الاول اشوف ايه اللي ناقصني. ما اكيد دي نود، يعني اكيد ده جيفن هطلع منه حاجه. طيب ما بص بقى يا مستر، مش هو بيقول لك توتال ماجنتيك فلكس ات بوينت بي ايكوال 3 بي؟ يلا اول حاجه بنعمل ايه؟ اول حاجه بنرقم، ثاني حاجه دايركشن. ده يا مستر مين؟ ده ماجنت، يبقى امبير رايت ولا ليفت؟ امبير رايت هاند رول. يلا يا مستر، كهرباء لو طالعه يبقى يميني ايه؟ داخل. يبقى يا عم يميني داخل وشمالي خارج. يبقى ده بي واير وده بي واير. هو قال لك عند نقطه بي البي توتال هيبقى بكام؟ 3 بي. يلا يا مستر، ما البي توتال في النقطه دي بي واير بلس بي اكسترنال. طيب البي توتال هو لسه اللي كام؟ 3 بي ايكوال بي واير مش معايا زائد بي اكسترنال اللي هو كام؟ اللي هو بي. من هنا يا معلم عرفت اجيب البي مين؟ بي واير بكام؟ 2 بي يا ابن اللذينه. يبقى على مسافه ديستنت، على المسافه دي الماجنت اسمه 2 بي. حلو جدا. قال لك سو ذا نت ماجنتيك فلكس ات بوينت كيو. طيب تعالى بقى يا عم، مش انت عايز البي توتال ات كيو؟ هنا بقى عند كيو مع بعض ولا عكس بعض؟ لو واحد داخل والتاني خارج عكس بعض، والكبير ماينس الصغير. والله الكبير اسمه مين؟ 2 بي، والصغير البي اكسترنال اسمه بي. يبقى نقول بي واير ماينس بي اكسترنال اللي هو 2 بي ماينس بي، يطلع البي توتال بكام؟ يطلع البي توتال ببي. فاهم حاجه؟ ستيبس، بنجيب حاجه نجيب منها مين؟ الثانيه. تعالى اعمل اللي بعده. السؤال ده جامد. بيقول لك ايه؟ in the opposite figure a circular wire ring. حلو. and a straight wire at position x. ثانيه كده يا عمي، فين؟ قال لك ده بص، ده انا عندي واير موجود فين؟ في مكان اسمه اكس. حلو جدا. in the same plane of the ring and both carry electric current I. والاثنين عندهم نفس الايه؟ I. so the resultant magnetic flux at point C is B. تاني نفس السؤال. دايما بعد اذنك لو قال لك ده الماجنت في نقطه بكذا، ده الفولت في نقطه بكذا، ده اي حاجه في حاجه معينه بكذا، لازم تروح تجيب الكذا ده بكام. فاهم؟ يعني قلت لك لو فلوسي اسمها اكس وفلوسك 2 اكس، انت معاك كام؟ والله ما هتعرف تجاوب غير لما تعرف الاكس ده الاول بكام. صح ولا غلط؟ ده نفس النظام. تمام؟ فاي شابتر لو قال لك ده عندي ار اسمه ار، روح جيب الار ده بكام. لو قال لك عندي ماجنتيك فيلد اسمه بي، لازم تجيب البي ده بكام عشان تعرف تشوف اللي هو طالبه بعد كده. حلو جدا. قال لك ايه؟ اس بي. طيب واحده واحده كده تعالى نشوف البي ده بكام. يلا يا معلم. اول حاجه انا عندي ايه؟ عندي سلك وعندي كويل. اول حاجه برقم. يلا يا مستر اسمي ده 1 واسمي ده 2. تاني حاجه دايركشن. يلا لو الكهرباء طالعه هنا اعمل ايه؟ داخل، يبقى بي 1 داخل. طب تاني حاجه الكويل. والله يا مستر برضه امبير رايت هاند رول. صح؟ الكويل لافف، ففين صباع اللافف اهو، يبقى ده الاي وده البي. يلا يا مستر الكويل لافف كده، يبقى البي داخل، يبقى بي 2 برضه داخل. حلو جدا. يبقى ببساطه بي اللي انت طالبه ده هو البي توتال اللي هو بي 1 بلس بي 2. طيب في نصيحه ثانيه قلتها لك، قلت لك دايما لو لقيت ريشيو اي حاجه ثابته ممكن نشيلها عشان هتطير مع بعض. تعالى عم نشوف. هو بي 1 ده بتاع مين؟ بتاع الواير. ايه قانون بي واير؟ ميو اي على 2 باي دي بلس بي 2 ده بمين؟ كويل، يبقى ميو ان اي على 2 مين؟ 2 ار. واي حاجه ثابته بين الاثنين في الريشيو بنشيلها. يلا تعالى نشوف. اولا يا مستر الميو ثابته هنا وهنا. طيب الكهرباء هنا اي وهنا اي، يبقى برضه ثابته. طيب المسافه، تعالى نشيل الديستانت. المسافه يعني من السلك للنقطه، من السلك للنقطه اللي ادرسها بكام؟ ار وار تو ار، يبقى هنا برضه 2 مين؟
2 ار، والار هتطير مع الار. ليه هنطيرها؟ عشان هناخدها كومن فاكتور وفي الاخر في الريشيو هتطير مع بعض. طيب هيتبقى بي توتال بكام؟ بواحد على، تعالى كده بص اهو اللي اتبقى هنا فوق في 1 و2 تايمز 2 تايمز باي، يبقى 1 على 4 باي بلس هنا الان ما حدش جاب سيرتها يبقى ب1، ما بقاش غير 1 وتحت فيه كام؟ 2، يبقى 1 على 2. صح ولا غلط؟ يعني كل القصه الحزينه دي البي اللي هو قال عليها دي بكام بقى؟ تعالى يا عم نشوف كالكوليتور، يلا يا باشا. 1 على 4 باي صح؟ اهو باي زائد 1 على كام؟ 1 على 2 صح؟ تطلع بكام يا معلم؟ هتطلع ب 0.57 اهو 0.57 كام؟ 579 اهو 0.57 كام؟ 9. حلو، يبقى ده مين يا معلم؟ ده اللي هو قاله، ده البي اللي هو عايزها. تعالى بقى نشوف، انا لحد دلوقتي ما اعرفش السؤال بيقول ايه. قال لك when wire is moved to position y the magnetic flux. ثانيه بقى، ده هيتشال من اكس هنا، السلك ده هيبقى فين؟ هيبقى عند واي هنا اهو، وهيبقى برده نفس الحاجه. بص الحمد لله نفس المسافات ونفس كل حاجه، الفرق ان هو بدل ما بقى يمينه بقى شماله. طيب وده كده دلوقتي كانه ايه؟ كانه مش موجود. يعني بص تعالى كده اعمل عليه بالاسود، وده كده كانه ايه؟ مش موجود هنا خلاص. طيب تعالى نشوف، والله يا عمي بي 1 هي بس الاتجاه هيختلف، هيبقى الكهرباء طالعه يميني داخل، يبقى هنا يبقى شمالي جامد خارج، وده بس اللي هيبقى بي 1. يعني هو نفس كل حاجه، الفرق هيكون ايه بس اللي هيحصل؟ بدل ما كانوا في اول مره بلس، ثاني مره هيكونوا ماينس بس كده. بقول له يا عم والله بي الجديده، البي او بي توتال الجديده عشان ما نتلخبطش اهو، بي توتال الجديده هيبقى هاف ماينس 1 اوفر 4 مين؟ 1 اوفر 4 باي. ما هو نفس كل حاجه، الفرق انهم اتعكسوا الاشاره، يبقى نفس الارقام، الفرق ان احنا نعكسه. جميل جدا، يبقى له نفس الحاجه بس بدل البلس دي هتكون ايه؟ هتكون ماينس. هتطلع بكام يا عمي؟ تمام؟ هتطلع 0.42 او يبقى 0. كام؟ 42. طيب هو عايز ايه؟ قال لك الجديد، قال لك الماجنتيك فلكس الجديده بكام قد ايه من بي؟ مين بي ده؟ اللي هو القديمه. يبقى نعمل ايه؟ دايما نعمل الجديد ديفايدد القديم. يبقى نقول له يا عمي 0.42 على 0.579 يا عمي، هقول له الرقم اللي طلع ده على 0.579. مستر والنيجاتيف حبيبي انا دي سايبها لك ايه؟ زي ما هي 0.579 هتطلع 0.726 يعني 0.73. اتفقنا النيجاتيف دي انا سبتها ليه؟ عشان عادي يعني الفرق بدل النيجاتيف بتبقى ايه؟ بوزيتيف. تمام كده؟ تمام. اللي بعده قال لك in the opposite figure solenoid carry electric current produce magnetic flux 2 times 10 باور نيجاتيف 6. يبقى ده البي سولينويد. جميل. at the center of its axis. طيب تعالى عم نشوف بس البي سولينويد الاول. اتفقنا السولينويد لو ده الاي برضه بايديا اليمين، اي ماجنت يا جماعه بايديا اليمين، لو ده الاي ده اتجاه النورث او اتجاه البي. الكهرباء طالعه نازله، لا يا مستر الكهرباء نازله، يبقى ده اتجاه مين؟ ده اتجاه البي، يبقى ده البي سولينويد مين؟ يمين. حلو جدا. قال لك ايه بقى؟ تعال نكمل. قال لك at center of its axis at point B. تمام؟ جميل جدا. and the straight wire is placed perpendicular to the plane of the page. وفي سلك perpendicular perpendicular يعني لو دي الورقه هو واقف عليها كده. جميل. قال لك ايه؟ perpendicular to the plane of the page above the solenoid. The wire carry an electric current that generate magnetic flux بكذا. مين ده؟ بي واير. حلو جدا. at point B. then the total magnetic flux. طيب واحده واحده. مستر السلك بعرف ايه؟ السلك يا اما طالع او نازل، ففي الحاله دي هو بيعمل ماجنت مدور صح؟ طب في الحاله دي يا بابا هو بيربنديكولار على الورقه. اتفقنا دايما لو ببص على السلك من فوق بيعمل ايه؟ بيعمل دايره. يلا يا عم نعمل دايره اهي. اهي لحد النقطه اللي بدرسها. مستر مش ده كان اي وده كان بي؟ يلا لو الاي داخل يبقى البي فين؟ البي اتجاهه كده، يبقى كده كده كده. واتفقنا النقطه اللي بدرسها باخدها تنجنت. يعني ايه؟ يعني ببساطه يا حبيبي بي واير هيكون فين اتجاهه؟ هيكون ده اتجاهه اهو. بي واير دي اول حاجه كنت كاتبها لك في الريفيجن الاخير اللي 35 ورقه. جميل. ففي الحاله دي يا بابا البي واير والبي سولينويد مع بعض ولا عكس بعض؟ من الظاهر كده ان هم ايه؟ البي سولينويد يمين والبي واير شمال. في الحاله دي هيكونوا مين؟ هيكونوا بلس ولا ماينس؟ اكيد ماينس. يبقى البي توتال ايكوال بي واير ماينس بي سولينويد او بي سولينويد ماينس بي واير حسب الكبير. مين الكبير؟ اهو البي واير هو الكبير صح؟ 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 والبي سولينويد هو مين؟ هو الصغير. يبقى ده ماينس ده تطلع الاجابه بكام؟ 4 ماينس 2 بكام؟ ب 2. يبقى 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. اللي بعده. جميل السؤال ده. In the opposite figure 3 parallel wire carry an electric current as shown in the figure. عندي 3 اسلاك اهو زي ما موجود معاك في الرسم.
زين ذا نت ماجنتيك فورس. تمام، قال لك ايه نت؟ يعني ايه كلمه نت؟ الحمار اللي هيقول لي شبكه. نت يعني توتال. جميل. ماجنتيك فورس which act on 1 meter length. يعني ايه 1 meter length؟ يعني ال بكام؟ ال ب 1. حلو، جميل جدا. تمام. اوف واير واي از ايه؟ طيب هو عايز مين؟ تمام، هو عايز الفورس عند مين؟ فورس عند واي. وخلي بالك ده لك اكت اون 1 متر لينس، يعني عايز الاف على ال. جميل، يلا يا مستر. اف واي اوفر ال. اتفقنا لما تسمع سيره الفورس اقول ال كومن، هو كده كده خلصك من الاي بتاعتي، يعني الاي بتاعت مين؟ اي بتاعت واي. بي بتاع مين؟ بتاع اللي بره. مين هو اللي بره حسب السؤال؟ يلا بابا، واي هنا يا معلم بيتاثر بكام نوع ماجنت؟ 2. مين ومين؟ اكس وزد. يلا يا ريس، دايركشن. الكهرباء لو طالعه هيعمل ماجنت عند اكس داخل، يبقى بي اكس داخل. الثانيه لو طالع داخل هنا، يبقى يعمل الناحيه الثانيه خارج، يبقى بي واي بي زد، انا اسف، خارج. حلو جدا. يلا يا مستر، دول مع بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض، يبقى بلس ولا ماينس؟ ماينس. يلا يا ريس، يبقى اولا بي توتال، يبقى هنا مين يا مستر البي توتال؟ اللي هو بي اكس ماينس بي زد، او كبير ماينس صغير وات ايفر. طب يا مستر اعمل مين؟ يا باشا فكك، مش هو كده كده عايز ماجنتيود بس؟ يبقى في الحاله دي ايه؟ اعمل اي حاجه ماينس اي حاجه، والاجابه لو طلعت نيجاتيف حولها بوزيتيف. يلا يا ريس. اي واي اللي هو بكام؟ 5. البي اكس بقى بابا، مش دول 2 وايرز بيأثروا على النقطه؟ بعمل ايه؟ 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7، افتح براكت. يلا الاي الاولاني الاي بكام؟ 2، والمسافه بكام؟ 5، بس خلي بالك دي سنتي، يبقى 5 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 2. ماينس ولا بلس؟ تعالى انا بس اكتب هنا عشان المكان اهو. يلا ايكوال اهو. اي واي اللي هو بكام؟ 5 تايمز بي توتال اللي هو 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7، افتح براكت. اي اللي هو 2 والمسافه من هنا لهنا 5 بس سنتي، يعني تايمز 10 باور نيجاتيف 2. ماينس ولا بلس؟ ماينس. اي الثانيه اللي هو بكام؟ 10 والمسافه من هنا لحد النقطه اللي بدرسها 15 بس سنتي، تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 2، ايكوال نقط نيوتن على مين؟ على متر. تعالى بقى مستر نحسبها. كام؟ 5 تايمز 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اهو يعني. تمام؟ تايمز افتح براكت 2 على المسافه اللي هي 5 اللي هي 5 بس سنتي، يعني تايمز 10 باور نيجاتيف مين؟ 2. ماينس ولا بلس؟ ماينس. الاي الثاني هبرت 2 على المسافه اللي هي 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. تمام. ماينس الثاني اللي هو كام؟ 10 والمسافه اللي هي كام؟ 15 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. تمام. هتطلع بكام يا معلم كله؟ اهو هتطلع ب 0.00026. مش عارف. اولا بص، مفيش 26 غير في رقم بي. طب انا بابا مش عارف، اتفقنا بنعمل ايه؟ عندنا زرار في الكالكوليتور اسمه انج. انج ليه يا عم؟ هيقول لك كام؟ 2.6 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 5 اهي، صح؟ هيبقى 2.6 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 5. يبقى الاجابه رقم مين؟ الاجابه رقم بي. اللي بعده قال لك which of the following adjustment can be done on galvanometer device. حلو جدا. ايه الادجستمنت، التعديل او التغيير اللي هعمله في الجالفانومتر تو انكريز رينج، تمام، فور ميجرنج الكتريك كارنت. يعني انا عايز ازود الرينج بتاع القرايه، وقال لك كارنت. كارنت يعني ايه؟ كارنت يعني اي، صح؟ وفي الاي عشان ازود الاي محتاج اعمل ايه في الار؟ اقلله. جميل. تمام. to increase the range of measuring electric current intensity than the other adjustment. يعني اكتر من الثاني. تعال نشوف. اول حاجه كونكتنج شنط، اكيد طبعا كونكتنج شنط. اوعى حد يقول لي مالتبلاير. بابا احنا اتفقنا الشنط هو الار اللي بتتوصل بره، المفروض تكون صغيره. قال لك of value 1/5 that the galvanometer resistance. يعني الار شنط خمس الار جي. حلو ده، بس ممكن يكون في اقل منها. تعال نشوف. من الاخر انا عايز اي عاليه، يبقى لازم اقلل الار على قد ما اقدر، اقل حاجه. طيب تعال نشوف. كونكتنج شنط اوف ريزيستنس اوف فاليو 1/3، يبقى الار شنط بسرد ار جي. لا برضه دي غلط، عشان في فسق احسن منها. طيب كونكتنج مالتبلاير، اكيد المالتبلاير مش معايا. المالتبلاير ده لو عايز احوله مين؟ فولتميتر يقرا في عليه. طيب كونكتنج شنط اتس فاليو هاف، يبقى الار شنط باف، برضه غلط. يبقى ما عندناش غير الاجابه رقم مين؟ الاجابه رقم ايه، عشان هي دي اقل ار في اعلى اي. تعالى يا معلم اللي بعده. السؤال ده رايق جدا. بيقول لك ايه؟ هنا بيعتمد حرفيا على قانون او تركه كنا قلناها، مش بيعتمد على ان انت تحل سؤال على قد ما انت ايه المفروض تكون مركز كده. السؤال بيقول لك سيركولار كويل فورمد اوف 1 تيرن. عندي يا عم سلك الان بتاعته بمين؟
1. carry an electric current I مع current اسمه I. if magnetic flux formed in its center is B1. يبقى ده عنده ماجنت اسمه B1. and then it is reshape. يعني ايه reshape؟ او عاد تشكيله to another circular coil of any turn. كام بقى الان؟ الله اعلم. and carry same current. يبقى ده مستر ال N2 اهو. then the magnetic flux density will become مستر حد واخد باله من كلمه reshape يا ابن اللذينه؟ فاكر لما قلنا ريشيب ريكويل ريواند صح؟ هيعاد تشكيله. ايه اللي بيحصل؟ اتفقنا مهما السلك طول الراديوس بتاعه بيقل صح؟ ففي الحاله دي البي بيبقى مع الان ولا الان سكوير؟ بالامانه بيكون مع الان سكوير. فساعتها حتى كنا بنقول ايه؟ B2 over B1 equal N2 سكوير over N1 سكوير صح ولا غلط؟ اتفقنا البي في الطبيعي مع الان، بس لو قال لك ريشيب او ريكويل او ريواند يبقى مع الان سكوير زي في شابتر 1. الار مع ال، بس لو قال لي ريشيب صح ريفورم ستريتش درون يونيفورملي كنا بنقول الار مع ال سكوير يا ابن اللذينه. يبقى في الحاله دي يلا يا معلم، مش بي 2 دي يا بابا اللي انت عايزها؟ وبي 1 هنا كان اسمها 1. حلو. الان 1 ب 1 يبقى شيل بقول 1 سكوير اللي هي ب 1 صح؟ وان 2 هو قال لي عليها اسمها مين؟ قال لي اسمها ان صح؟ طب هو عايز مين؟ عايز بي الجديده هتبقى بكام يلا يا مستر؟ مش انت بابا عايز بي الجديده؟ البي 1 اللي تحت بالديفايدد هتطلع فوق بالتايمز، هيبقى نقول له بي الجديده ايكوال ان سكوير في بي مين؟ بي 1. ان سكوير في بي 1 الاجابه رقم بي. السؤال ده حلو جدا بيختبرك من غير ارقام. اللي بعده سؤال جميل. قال لك the scale of sensitive galvanometer consists of 20 division. اتفقنا المستر قال لنا لو اداني عدد الديفيجن ممكن اجيب له مين؟ ان اتش الواحده. هشوف التوتال اقسمه على الواحده. قال لك يا عم ايه؟ the scale of sensitive galvanometer consists of كام ديفيجن؟ 20 ديفيجن. يعني هو فيه 20 شرط. if the pointer deflected to each half of each scale مين الهاف؟ يعني النص يعني 10 ديفيجن. هو in current 0.2 ملي امبير باص. طيب عندك حلين، يا اما تشتغل الماكسيمم تقول له ايه؟ تقول له مثلا مش الهاف يا عمي وقف عند ال 0.2 يبقى الواحد اللي هو الماكسيمم يعني عند كام؟ هتلاقيها عند الاي ماكسيمم عند كام؟ 0.4. منطقيه. لو النص وقف عند 0.2 يبقى الماكسيمم عند مين يا معلم؟ 0.4. حلو جدا. طيب قال لك then each scale division of scale detect ايه؟ طب واحده واحده. بابا هو الاي ماكسيمم دي مش دي اعلى حاجه يعني عند انهي شرطه؟ عند اعلى شرط اللي هو الشرطه الكام؟ شرطه ال 20 صح ولا غلط؟ طب هو بيقول لك الواحده بس بكام؟ تعالى يا عم نحسبها، بس خلي بالك ده ملي يبقى 0.4 ملي مين؟ ملي امبير صح؟ طيب ببساطه والله يا عمي لو ال 20 ديفيجن عملوا 0.4 ملي يبقى ال 1 ديفيجن هيعمل كام؟ وتعمل كروس مالتيبليكيشن. اتفقنا دايما في الجلف عادي تعرف تعمل كروس مالتيبليكيشن هي بالمنطق صح ولا غلط؟ يا عم اهو مش انا عندي 40 ملي امبير او 0.4 ملي امبير في ال 20 ديفيجن يبقى الواحده بكام؟ تمام؟ اقسم ال 0.4 على كام؟ على ال 20 صح ولا غلط؟ هقول له يا عمي 0.4 بس خلي بالك دي بالايه؟ خلاص اهو 0.4 بس خلي بالك دي بالملي اهو يعني تايمز 10 باور نطولها شويه تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ نطلع دي كده فوق شويه تمام؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 3 على كام يا معلم؟ على 20 هتطلع بكام؟ 0.002 برضه مش عارف ادوس ايه؟ انج على الكالكوليتر صح؟ هتطلع بكام يا عم الانج؟ هتلاقي 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 يبقى تلاقي الواحد ديفيجن بكام؟ 2 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 5. طيب مستر مش موجوده هنا اهي. اولا كده بابا هو ينفع اقول 2 مايكرو؟ لا ليه؟ المايكرو 10 باور نيجاتيف 6 صح؟ يبقى ما ينفعش اقول 2 مايكرو ومفيش 5 ومفيش 10 يبقى الاجابه رقم مين؟ رقم ايه؟ طب اللي عايز يفهم بابا مش المايكرو 10 باور نيجاتيف 6 فعادي جدا ممكن ازود في الباور نيجاتيف 0 وازود 0 زياده. افتكر في شابتر 5 اللي هو كنا بنقول انجستورم ونانو، مش النانو 10 باور نيجاتيف 9 كنا بنقول 400 نانو هي 4000 انجستورم، زودنا 0 صح؟ خلينا 4000 بدل 400 وزودنا في النيجاتيف 1 بدل ما كانت نيجاتيف 9 خلينا نيجاتيف 10 هي صح؟ فبدل ما اقول له 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 هي 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. طب حبيبي مش 10 باور نيجاتيف 6 دي هي مين؟ المايكرو يبقى 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 او 20 مايكرو امبير. في ناس تعرف تحل كويس جدا بس تيجي بقى تعصلك في الحاجات الهبله دي، فعشان كده بعلمك ازاي تعملها. احنا دلوقتي داخلين الامتحان ان احنا نجيب درجه، انت مش داخل تتفاجئ في الامتحان، انت المفروض دماغك متقسمه هعرف احل صح؟ الفكره بقى ان انت بتعرف تحل تيجي في الحاجات اللي قبل زي دي وبق السمكه وديسندنج واسندنج تودي الدنيا في داهيه.
فبعد اذنك ركز كويس. اللي بعده قال لك in the shown figure avoiding a mutual induction between the two coil. كأن التو كويل مش هيأثروا على بعض. جميل. قال لك ايه؟ between the two coil the magnet can move freely around its center. قال لك بص center of rotation. يعني ايه center of rotation؟ يعني القلم ده لو انا ماسكه في النص، ايه الحالات اللي ممكن يلف منها زي كده اهي، كده او كده، صح ولا غلط؟ دي نفس الفكره. طيب يبقى الكويل ده، يبقى الماجنت ده اما هيلف كده يا اما هيلف ايه؟ العكس. تعال نشوف. حلو جدا. ماشي. The two coil can move freely around its center of rotation between the two coil at moment of closing السويتش. اولا السؤال ده غلط. فين السويتش؟ مش معايا. بس تعالى يا عم نعتبر ان هنا في سويتش اهو كان مفتوح. تعالى بقى نقفل ايه؟ السويتش، عشان هي دي اكيد مش هعمل سويتش هناك يعني. تمام. دايما اللي فيه تغير او هناك السويتش مش هيفرق في حاجه، اما اللي عنده بطاريه هو ده السويتش هيفرق فيه. قال لك at moment of closing the switch the electric potential of A become نقط B. طيب واحده واحده. يلا مستر تعالى نقفل الايه؟ السويتش. الكهرباء دايما بتمشي من بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ البوزيتيف اهو، تمشي هنا تطلع فوق، مشيت فوق. جامد. يلا مستر الكهرباء لو طلع، مش اتفقنا امبير رايت ولا ليفت؟ امبير رايت هاند رول. الكهرباء لو طلع يبقى ده اتجاه مين؟ اتجاه نورث. يبقى مستر الناحيه الشمال هتبقى نورث والناحيه اليمين هتبقى ساوث. بذمتك كده يا شيخ الساوث، او تخيل هنا في ساوث وهنا في ساوث، هيقول له اتراكت ولا ريبل؟ ريبل. فهيبعد ويجيب له مكانه مين؟ النورث. يبقى تلاقي النورث هو اللي جه هنا والساوث جه هناك. او تعالى يا عم كده ارسمها لك كاني هيبقى هنا اهو في النص اهو، هيبقى النورث، الساوث هيقرب منه مين؟ نورث. يبقى تبقى الناحيه الثانيه مين؟ الساوث. يا ابن الذين لف كده. حلو جدا. بعد كده هنا بقى واخد بالك ان الساوث ده قرب من الكويل ده؟ ما بدل ما الكويل كان هنا اهو، تخيل ده كويل وده الماجنت اهو، صح؟ الساوث تحت اهو. معنى انه جه هنا يعني قرب منه ولا ما قربش؟ قرب منه. فده معناه كاني بقرب ساوث. يقول له يا عم اعوذ بالله انا ساوث زيك. ولو الناحيه دي ساوث يبقى الناحيه الثانيه جامد نورث. ولو الناحيه دي نورث الكهرباء طالعه ولا نازله؟ هي يا مستر لو دي نورث يبقى الكهرباء نازله لتحت. يا ابن الذين. هنا بقى اعرف منين اللي عنده في اعلى؟ فاكر ولد؟ من حسب ليه؟ حسب الار. الكهرباء دايما بتمشي في الار من الكبير للصغير، صح؟ ومن غير ار من الصغير لمين؟ للكبير. طب الكهرباء نازله اهي، دخلت من بي لايه؟ جوه الار، صح ولا غلط؟ فكده مشت من الكبير لمين؟ للصغير. يبقى بي اكبر من مين؟ ايه؟ او يا عم مش الكهرباء وهي ماشيه عدت على ار وحصل ايه؟ اتاكل منها شويه فراحت للي بعده اقل. يا ابن الايه. طب هو بيقول لك يبقى ايه؟ اكبر ولا اصغر؟ لا يا عم الزان بي. سؤال قوي جدا. اللي بعده الاسئله الجميله اللي احنا بنحب نحلها. تمام. ستيبس تعرف تجيب الدرجه على طول. طيب ده انهي سؤال؟ لما يكون عندك اتنين، تمام، اتنين سيلينويد وفي واحد هيتغير في الكهرباء يعمل كهرباء على التاني. جميل جدا. يلا يا معلم. In the shown figure when rheostat او when R decrease. يلا يا معلم. اللي يحصل للامب ستيب يا مستر. نظام يمنع الغلط. اول ستيب برقم اشوف مين برايمري ومين سكندري. اللي عنده بطاريه برايمري يا مستر الاثنين عندهم بطاريه، خلاص قلنا اللي فيه تغير ده مين؟ البرايمري. يبقى ده البرايمري. واللي عايز اعمل عليه كهرباء او السؤال بتاعي هو ده مين؟ سكندري. يبقى هو ده يا عمي مين؟ سكندري. تحفه. تاني حاجه اجيب كهرباء السكندري. يلا يا مستر الكهرباء دايما بتمشي من بوزيتيف للنيجاتيف، لفت ونزلت لتحت، يبقى دي اي مين؟ اي سكندري. جميل. تاني حاجه اشوف الاي برايمري. يلا يا مستر الكهرباء ماشيه من هنا طالعه برضه لفت ونزلت. حلو جدا. ودي اي مين؟ اي 1. حلو. لحد كده انا ما عملتش اي حاجه، جبت السكندري وجبت البرايمري ورقمت. من اول هنا في طريقتين حل. في واحد بيحب يحل بالماجنت والتاني بيحل يشتغل بالفورورد والباكورد. تعال نحل باي طريقه. تعال اعمل الاول نبتدي بالفورورد والباكورد. يلا. اول حاجه قال لك الريوستات ديكريس. يلا يا مستر لو الار قلت يبقى الاي زادت، ومعنى ان الاي زادت يعني الماجنت هيزيد، واي حاجه تزود الماجنت تعمل جامد باكورد. فمستر يعني ايه كلمه باكورد؟ باكورد يعني الاي انديوزد معايا ولا عكسي؟ الاي انديوزد عكس اي 1. يعني ايه؟ يعني اي 1 لو نازل هيعمل هناك جامد طالع. يا ابن الايه اهي طالع. في الحاله دي اضاءه اللمبه هتزيد ولا تقل؟ بص يا مستر الاثنين عكس بعض، يبقى اضاءه اللمبه ديكريس. يبقى هنقول ديكريس. هل هتفضل ديكريس على طول ولا دي بس في وقت التغير ووقت التغير؟ يبقى نقول ديكريس مومنتري. واحد يقول لي لا 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 انا ما احبش الطريقه دي خالص. قول يا عم الطريقه الثانيه. الله يا عم تعالى احلها لك بالطريقه الثانيه ولا تزعل نفسك. فكك يا عم باكورد وفورورد. يلا مستر هو مش البرايمري كويل دايما هو ده الماجنت؟
خلاص، وانا عندي كهرباء اعرف اجيب اتجاه الماجنت. يلا يا مستر، الكهرباء لو نازله يبقى ده اتجاه مين؟ النورث، والناحيه الثانيه الساوث. طيب تحفه. تاني حاجه انا عايز اعرف الماجنت ده بيقرب ولا بيبعد حسب السؤال. قال لك الار قلت، ولو الار قلت الاي بتزيد، ومعنى ان الاي بيزيد يبقى بدل ما ده الماجنت هيزيد. يبقى كاني اقرب نورث. يقول لي لا يا عم اعوذ بالله، ده انا كمان نورث، ولو ده النورث الكهرباء جامد طالعه لفوق يا ابن اللذينه، ولو الكهرباء طالعه والاي سكندري نازل، او كده الاي انديوس طالع والاي 2 نازل، يبقى الاثنين مع بعض كده، مع بعض على عكس بعض، يبقى يزيد ولا يقل؟ اكيد برضه هيقل. انا بحاول احل لك كل سؤال بطريقه واثنين وثلاثه علشان تجمع. اللي بعده in the standard resistor its coil are made of double wounded wire. خلاص يا مستر، تسمع سيره double wounded اطلع اجري قول prevent self induction من غير ما تفكر. يبقى اقلل الريزيستنس، لا فين سيلف اندكشن؟ اهو to avoid self induction. دي حاجات مسلمات كنا عارفينها. اللي بعده straight wire of length 20 سم. مين ده؟ لينس الواير. خلي بالك يا مستر، سنتي يعني تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 2. مش بشتغل غير بالمتر. moves at velocity كذا، ده الفي. in a direction that made angle theta، عمل انجل ثيتا with direction of magnetic field. حلو. السلك ده عمل انجل ثيتا مع الماجنت. of magnetic flux density، الحمد لله معاك بي. and induced current 20 ملي فولت. ايه ده؟ معاه مين؟ معاه الاي ام اف induced. امال انت عايز مين؟ is generated between its terminal. هو عايز مين؟ عايز ثيتا. يلا يا مستر، مش اي induced equal 12 ساين ثيتا. جامد. الانديوسد ب 20 بس 20 مللي تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 3 ايكوال. البي معايا ب 0.4. ال معايا ب 20 بس سنتي يعني تايمز 10 باور نيجاتيف 2. الفيلوسيتي معايا ب 0.5. كل ده مضروب في ساين ايه؟ ساين الثيتا. صح مستر؟ كل ده بالتايمز يروح هناك بالايه؟ بالديفايدد. جامد. هيطلع يا عمي ساين ثيتا ايكوال هاف يا ابن الايه؟ طيب عايز اجيب الثيتا بكام؟ يبقى شيفت ساين هاف. هتطلع الثيتا بكام؟ هتطلع الثيتا ب 30. اللي بعده قال لك in the opposite graph represent relation between maximum induced EMF in AC dynamo. جميل، يبقى ده اي داينامو اللي هو النبوي يعني. تمام. and the angular velocity. مين ده يا بابا؟ الاوميجا. حلو. for the rotation of coil if number of turn of coil is 100 turn. مين ده؟ N. and magnetic flux density that act in أو on a coil is 0.1. ماشي، يبقى ده مين ده؟ البي. then the area of coil. يلا يا عم، ده بابا علاقة الإي ماكسيمم بالأوميجا صح؟ يلا يا باشا، يبقى الإي ماكسيمم إيكوال نبوي. جامد. يلا يا مستر، بقول لك إيه؟ دي مش محتاجة حتى سلوب، ده على طول هو يا بابا معايا الإي ماكسيمم لما كان معايا الأنجولار فيلوسيتي صح؟ يعني ممكن أشيل الإي ماكسيمم أقول له كام؟ 30. لما الأوميجا كان بكام؟ 50 على طول من غير ما اتعب دماغي. والبي 0.1. والاريا دي اللي احنا محتاجينها. والان بكام؟ 100. يا عم الجمال ده، تعال نشوف اهو. يلا يا باشا، هقول له مش انت بابا عايز الاريا؟ كل اللي بالتايمز يروح هناك بالديفايدد صح؟ يبقى تقول له 30 على 100 تايمز 0.1 تايمز 50. هتلاقي بكام يا عمي؟ هتطلع الاريا 0.06 صح؟ بس خلي بالك دي بالمتر اي سكوير، عشان بيعمل حركه خبيثه جدا في الامتحان يقول لك 0.06 سنتيمتر سكوير ومتر سكوير. فانت اول واحده هتشوفها تروح مختارها. لا يا حبيبي، دايما الاجابه بتطلع بالايه؟ بالمتر. يبقى الاجابه بمين؟ 0.06 متر سكوير. اللي بعده during rotation of coil in electric motor backward induced EMF. برضه حافظينها. الباكورد كان بيعمل ايه؟ كان بيخلي الموتور موفز ويز يونيفورم سبيد صح؟ او بيعمل ستابلايز السبيد اوف روتيشن. يعني ستابلايز يعني يخليه ايه برضه؟ يونيفورم. يلا، هل بيزود الكرنت؟ لا طبعا. هل بيغير الكرنت دايركشن؟ برضه استحاله. انكريز السبيد؟ لا برضه. ولا بيخليها ستيبل يعني بيخليها يونيفورم؟ هي دي الاجابه. الاجابه تبقى رقم دي. اللي بعده ده ترانسفورمر وطلع منه كام جهاز؟ 2. فاكر الاسئله اللي هي كان زي الجرس واللمبه مثلا، حاجتين مع بعض. تعال نشوف. قال لك ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت نون ايديال ترانسفورمر. حلو. نون ايديال يعني ايه نون ايديال؟ يعني اللي داخل غير اللي خارج. اللي خارج بيكون اكتر ولا اقل؟ اكيد اقل صح؟ عشان انا مش مثالي. حلو. having two secondary coil that are working together at the same time. جميل، يعني الاثنين شغالين، يعني الباور هيتقسم على الاثنين بس مش قد بعض. قال لك if power secondary one is 50 واtt. الاولاني ده بكام؟ يبقى الباور الاولاني ده 50 واtt.
والباور برايمري ب 100 واط. الباور هنا بكام؟ 100 واط. السؤال ده عايز يغفلك. عايز ايه؟ يقول خلاص مش اللي داخل 100 يبقى لو ده 50 يبقى كده التاني 50. استحاله، غلط. ليه؟ عشان هنا قال لي كلمه مين؟ جامد. قال لك كلمه نون ايديال. يعني ايه كلمه نون ايديال؟ يعني هو مش مثالي، يعني اللي داخل غير اللي خارج. طيب هنحل دي ازاي؟ يلا يا عم واحده واحده. هل الباور سكندري اكبر من 100؟ استحاله طبعا. هل هو اصغر من 100 واكبر من 50؟ هو اساسا ما ينفعش يجيب ال 50. هل هو 50؟ غلط، هو اكيد اصغر من مين؟ اصغر من 50. فالاجابه رقم دي. اللي بعده for student drew تمام diagram for hot wire ammeter scale. جميل. اولا تسمع سيره hot wire ammeter افتكر ان دايما الباور مع الاي سكوير وهو دايما نون يونيفورم. ده من قبل ما احل. which student drawing is correct. طيب هل الزيرو كبير بعد كده 1 صغير؟ لا طبعا ده هبل. طب يلا اهو زيرو كبير برضه لا. طب هل هما يونيفورم؟ برضه لا. ده بص دايما الباور او في الهوت واير اميتر ال1 عند 1 ال2 عند ال4 3 عند 9 وهكذا. يبقى الاجابه رقم مين؟ دي. يبقى ستودنت دي. اللي بعده تو فيجر 1 and 2 show part of AC circuit. اهو ماشي. if the resonance frequency f 1 is 5 كيلو هرتز يبقى ده مين؟ F1. then the resonance frequency in figure 2 equal. طب التاني بقى بكام؟ طيب مستر تسمع سيره resonance frequency عندنا القانون لو قال لي حاجه واحده F1 equal 1 على 2 باي روت LC. طب قال لي حاجتين فاكر؟ على طول روت لكلك. جامد. يبقى F1 على F2 equal روت L2 C2 على L1 C1 من غير ما افكر. طيب قال لي F1 بكام؟ تعالى يا عم واحده واحده. F1 ب 5 كيلو. 5 كيلو هو يعني 5 كيلو، يعني اعتبرها 5 زي ما هي. F2 دي اللي انت محتاجها. طيب تعالى يا عم نشوف L1. L1 بكام؟ L ب 1 والسي ب 1 يبقى ده 1 L وده سي. طيب تعالى بقى ال2 يا ابن اللذينه دول سيريس ولا بارل؟ سيريس يبقى كام ال؟ 2 ال. دول بارل ولا سيريس؟ بارل يبقى سي على طول. مغفل ده دول سيهات وفي البارل بنقلبها سيريس والسيريس بنقلبه بارل. يبقى 2 البارل دول هيبقوا كام سي؟ 2 سي يا ابن اللذينه. يبقى هنا 2 تايمز كام؟ 2 هيبقى 5 كيلو على F2 ايكوال روت 4 تايمز كام؟ تايمز 1. صح ولا غلط؟ روت 4 هتلاقيها ب 2 شيفت سولف كالكوليتور هتلاقيها 2 بوينت كام؟ 2.5. صح ولا غلط؟ اتفقنا المستر قال لنا عايز اللي تحت ممكن نعمل حاجه اسمها ايه؟ سويتش. صح ولا غلط؟ هتطلع 5 روت 2 وروت 4 اللي هي 2 ايكوال مين؟ ايكوال F2. صح؟ يبقى 5 على 2 2.5 كيلو. ده اللي عايز ايه؟ ينجز في الماس. اللي بعده in the opposite figure if effective value of current passing through the circuit is 2 ampere. يبقى مين ده؟ ده الاي مين؟ ماشي. then the capacitor C هو عايز سهايه واحده. طيب واحده واحده كده. طالما تعالى نشوف هو ايه اللي معايا شويه سهات. المستر قال لنا اول حاجه ركز على اليونت. حلو. اولا ده بالفراد يعني دول سي مش اكس سي. جميل. تاني حاجه مديني الفي توتال. تالت حاجه مديني الفريكونسي. جامد. طيب اعمل ايه؟ مستر اولا معايا الفي والاي اطلع اجري جيب البدايه. صح؟ اللي هو اسمه في الحاله دي مين؟ اكس سي توتال ايكوال مين؟ في على اي اللي هو كام؟ 500 على 2 تطلع 250 اوم. تحفه. الدنيا جميله. طيب مين هو يا بابا الاكس سي توتال ده؟ والله اعمل اكس سي توتال ده 1 على 2 باي اف سي توتال. كل ده بكام؟ 250. يلا يا عم الاف بكام؟ تعالى كده نعوض على طول هنا. ممكن نشيل اف نحط 100 على باي. هتلاقي الباي ده طار مع الباي ده. هيطلع بكام؟ هيطلع 1 على 2 في 100 في سي توتال ايكوال 200 وكام؟ 250. طيب تعالى يا عمي نحسب ده على الكالكوليتر. هيطلع بكام يا عمي؟ هيطلع اهو. ابص مش انت كمان عايز تجيب سي توتال؟ ممكن نعمل ايه؟ نعمل سويتش. يلا يا ريس السي توتال اللي هو هيطلع بكام؟ اهو 1 على 2 او على طول يا عمي تايمز 100 تايمز السي اللي انا عايزها اللي هي الاكس. كل ده الفا ايكوال كام يا عمي؟ 250. هيطلع كام سي توتال؟ برضو معايا رقم متخلف جدا. تعالى نعملها بايه؟ اهو هتطلع بكام؟ تعالى طيب نعد الزيروات عشان هو استغبى. تمام؟ هتطلع بكام يا عمي سي توتال؟ هتطلع 20 مايكرو
فراد. 20 مايكرو مين؟ فراد. حلو جدا. طيب بعد كده ال 20 مايكرو فراد ده مين؟ سي توتال. لو جيت عدت الزرايات هتلاقي 6 زرايات. حلو. طيب ال 20 دي بقى بكام؟ تعالى الاول نشوف. ده السي توتال صح؟ اللي هو ده كله على بعض. طب تعالى نشوف. هو ال 30 وال 15 دول سيريس ولا بارل؟ سيريس، بس دول سيهات يبقى احنا نخليهم بارل. صح ولا غلط؟ يبقى 30 طيب مس 15 على 30 بلس 15 هتطلع بكام ده يا عمي؟ هتطلع طالما ده نص ده يبقى تلت الكبير، هتطلع ب 10 مايكرو فراد. صح ولا غلط؟ طيب يبقى 10 مش هو بارل مع السي يبقوا سيريس صح؟ يبقى ال 20 توتال دي اللي هي 10 مايكرو فراد زائد سي، تطلع يا عم السي بكام؟ هتطلع ب 10 زيها مايكرو فراد. وصلت؟ اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ Which of these figure represent resonance in RLC circuit؟ طيب مستر فكرني كده، يعني ايه هو الريزونانس؟ اتفقنا الريزونانس ده بنقول 5 حاجات. اولا الاكس ال ايكوال اكس سي، فالزد مينيمم ايكوال ار، فالاي ماكسيمم في على ار، وخلي بالك الفي توتال هو الفي ار، والفيز انجل بكام؟ بزيرو صح؟ واخر حاجه هي يا معلم ان لو طلب مني الاف نود 1 على 2 باي روت ال سي. دي الحاجات اللي انا اصلا كنت بفتكرها. طيب تعالى بقى يا عم نشوف. قال لك which of the following figure represent الريزونانس. طيب اولا في الريزونانس اتفقنا لازم لو دي بيتكلم على الفي يعني لازم يكون الفي ال ايكوال في سي. ليه؟ مش الاكس ال ايكوال اكس سي، كاني بضرب في راي يمين واي شمال، يبقى في اللي هو في سي. طيب في الحاله دي طبعا استحاله الفي ال هنا اكبر من الفي سي، فدي غلط. طيب هنا برضو الفي ال اصغر، غلط. تعالى نشوف. هنا دول ايه ده؟ طب ما دول ايكوال، بس خلي بالك بقى، هل الفي سي هي اللي فوق والفي ال اللي تحت؟ طبعا دي غلط. الفي ال هي اللي فوق والفي سي هي اللي تحت، وفي الحاله دي قد بعض فكنسلوا بعض، ما بقاش غير مين؟ الفي ار، وفعلا هيبقى مع الاي ان سيم فيز، يبقى الفيجر 3، يبقى الاجابه رقم سي. اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ The opposite figure show an electric bulb so the ratio between produced infrared to the total energy that produced invisible light. طيب تعالى كده نفتكر واحده واحده. كنا اتفقنا دايما في بلانكس ديستريبيوشن خدنا 3 حاجات صح؟ خدنا اول حاجه كده، تعالى نعملهم مع بعض بسرعه. لو دي علاقه الاي مع الويف لينز، خدنا ان كان عندنا الصن صح؟ وكان عندنا اللامب دي اللي هي اللمبه الصفراء اللي ما بنحبهاش، وعندنا اخر حاجه ارث. طيب خلينا متفقين حاجه كده، ان الارث دائما الانرجي اللي بتطلعها هي كان مين؟ دائما كان انفراد، ده الحاجه الوحيده اللي كان بتطلعها. طيب بعد كده الصن كان فيها كام حاجه؟ 3. كان فيها الترا فايلوت 10%، كان فيها فيزابل لايت 40%، وكان فيها انفراريد 50%. صح ولا غلط؟ جميل جدا. طيب انا بقى مش عايز كل ده، انا مين المهم بالنسبه لي؟ اللمبه الصفراء دي. جماعه اللمبه الصفراء دي مين اللي كان بتطلع اكتر؟ ضوء ولا حراره؟ لا يا مستر كان بتطلع حراره، ما كانش بتطلع ضوء. صح ولا غلط؟ هنا بيقول لك ايه بقى؟ قال لك so the ratio between produced infrared to the total energy produced او visible light total energy through the same time. بالعقل بقى هنا انا دلوقتي بطلع كام حاجه؟ حاجتين، انفراريد ومين؟ فيزابل لايت. تعالى كده بقى نفتكر اللمبه بقى العاديه دي يا معلم، كان الحته دي بس اللي كانت مين؟ فيزابل لايت صح؟ والباقي ده كله كان مين؟ كان انفراريد. حتى بالاماره دي كنا بنقول بتطلع 80% انفراريد و20% فيزابل لايت. طيب هو بقى طالب مين؟ طالب مين؟ عايز كميه الانفراريد اللي بتطلع على كميه مين؟ الفيزابل لايت. بذمتك كده يا شيخ مين اكتر، الانفراريد ولا الفيزابل لايت؟ اللامب دي بتطلع نور اصلا حلو ولا تلاقيها دايما حر وبتطلع نور قليل؟ اكيد طبعا نور قليل. يبقى قال لك يبقى ذا ريشيو بتوين انفراريد انرجي، لا مستر يبقى الانفراريد بتبقى كتير صح؟ تو ذا فيزابل لايت بتبقى قليل، يبقى اكيد اكبر من 1. الانفراريد على الفيزابل لايت اتفقنا دي كان 80% ودي 20%، فاكيد اكبر من مين؟ اكيد اكبر من 1. اللي بعده الكترون مايكروسكوب. هي الحاجات اللي خلاص بقى المسلمات اللي عارفينها. نسمع سيره الكترون مايكروسكوب، يا اما هيقول لي فيروس واحد، اولا الفيروس هو الويف لينث، جميل. تاني حاجه يا اما يقول لي على حاجه واحده، يبقى اكتب القانونين، قانون الاي في ايكوال هاف ام في سكوير، يا اما الويف لينث اتش على ام في صح؟ طب لو اداني ريشيو ويف 1 على ويف 2، الفيلوسيتي عكسها والروت والفيلوسيتي مع روت الفولت. مستر مش فاهم؟ تعال نشوف. In the electron microscope, when potential difference between cathode and anode increase from 25 كيلو فولت تمام to 100 كيلو فولت.
يعني ده مستر الفولتج 1 وده الفولتج 2. then the wavelength with motion ده عايز الويف لينث. طيب دايما اللي هو عايزه جديد صح، يبقى نقول له ايه؟ ويف الجديد على ويف القديم، ده ريشيو صح. يبقى velocity 1 على velocity 2 equal روت فولت 1 على فولت مين؟ 2. يلا ريس، ويف 2 اللي انت عايزها على ويف 1 ايكوال مع الفيلوسيتي، لا مع الفولت، يبقى روت فولت 2 اللي هي كام؟ 1000 على فولت 1 اللي هي كام؟ 25 صح؟ تبقى 100 على 25 ب 4، روت 4 تطلع بكام؟ تطلع ب 2 صح ولا غلط؟ طيب بس خلي بالك انا اسف هي العكس، ده بقى الغباء وانا عوضت بالعكس. طيب ايه اللي خلاني اقف او احس ان انا عملت حاجه غلط؟ يعني وارد ان انت في الامتحان تتلخبط. ايه اللي يخليني احس ان انا عملت حاجه غلط؟ لما جيت بصيت لقيت ان الفولت كان 25 بقى 1000 بقى 100 انا اسف. فمنطقي ان لما الفولت بيزيد سرعه الالكترون بتزيد، فالويف لينث المفروض يقل. فانا دلوقتي المفروض كنت بدل ما اتلخبط على طول اعمل وقفت، عرفت ان انا كده حليت حاجه غلط. ايه اللي خلاني وقفت؟ ان انا لقيت ان الفولت زاد والويف لينث بقى دبل. فاهم قصدي؟ لا يبقى انا كده عملت حاجه غلط. يبقى انا اعمل ايه؟ لا اهدى، انا اسف، ده ويف 2 على ويف لينث 1 يبقى فولت 1 على فولت 2، يبقى سوري يبقى 25 كيلو على 100 كيلو. كده الكيلو هيطير مع الكيلو. 25 على 100 بربع، ربع تحت الروت تطلع بكام؟ تطلع ب هاف. تمام؟ تطلع بكام يا معلم؟ تطلع بهاف. يبقى الاجابه بكام؟ يبقى الاجابه بهاف. يبقى ديكريس تو مين؟ ديكريس تو هاف. اللي بعده يلا يا باشا. كومبتون افكت رايق. تعالى كده مستر فكرني بكومبتون. تعالى يا عم اعيدها لك هنا كلها تاني زي ما كل امتحان بنقعد نعيد القديم. ايه كومبتون ده مستر؟ اتفقنا ضوء جاما راي او اكس راي. قوي ولا ضعيف؟ قوي جدا. يعني عنده انرجي عالي، فريكوانسي عالي، ماس عالي، مومنتم عالي، ويف لينس قليل، فوليوم قليل، سبيد كونستانت جامد. انا بعيد كله خبط في الكترون ات ايه؟ ات ريست. خليها ات ريست احسن صح؟ طيب يعني يا مستر ات ريست يعني ايه؟ يعني الفيلوسيتي بزيرو، كايناتيك انرجي بزيرو، مومنتم بزيرو، ماس كونستانت. الحاجه الوحيده في الالكترون الكونستانت هي الماس. فوتون خبط في الكترون عمل له ايه؟ اكيد طيره. فايه اللي حصل في الالكترون؟ سرعته زادت، كايناتيك انرجي هتزيد، مومنتم هيزيد بس ويف لينث هيقل، وماس جامد كونستانت. طيب انا خبطتك اديتك جزء من الانرجي بتاعتي، فالانرجي بتاعتي انا هيحصل لها ايه؟ هتقل جامد. يبقى الانرجي بتاع الفوتون هيقل، فريكوانسي هيقل، ماس هيقل، مومنتم هيقل، ويف لينث هتزيد، فوليوم يزيد، والسبيد كونستانت. الحاجه الوحيده اللي كونستانت في الضوء هي السبيد. في الالكترون هو الماس بتاعه او التشارج برضه عشان هو دايما نيجاتيف. تعالى بقى نشوف، احنا عدنا كل حاجه. تعالى بقى يا عمي نشوف هو طالب ايه. يلا السبيد اوف الكترون اتفقنا الفي هيحصل له ايه؟ هتزيد. يبقى دي غلط ودي غلط. الايكويفالنت ماس اوف فوتون، واحد مغفل يقول لي الماس بتاع الفوتون ثابت، والله غلط. اتفقنا الماس هو جزء من الانرجي صح؟ لو الانرجي كبيره اذا الماس كبير، الانرجي قليله هو الماس قليل. يبقى اللي هيحصل يا عم في الماس هيقل، يبقى انكريز ديكريز. الاجابه رقم بي. اللي بعده in the opposite figure represent multiple probable transition for emission of linear spectra from hydrogen atom. طيب هيدروجين اتوم صح؟ معروفه دايما ان كل ما بقى في الدور الاول اقوى من الثاني والثاني اقوى من الثالث وهكذا. طيب قال لك زين ويف لينث، بص لعب على دي. الويف لينث مع الانرجي ولا عكسه؟ عكسه جامد. خلي بالك بقى، يعني مش يا بابا انرجي ايه؟ سبحان الله اكبر واحد اهو، بعد كده بي، بعد كده سي، بعد كده دي صح؟ يبقى ممكن اقول انرجي ايه اكبر من انرجي بي اكبر من انرجي سي اكبر من انرجي دي. يبقى الويف لينث العكس. يبقى ويف لينث ايه اصغر من ويف لينث بي اصغر من ويف لينث سي اصغر من ويف لينث دي. يبقى مين اقوى واحد؟ دي. طيب مين انهي واحده من دول؟ اهو بص اول اجابه ويف لينث ايه اصغر من مين؟ اصغر من بي. يبقى على طول نختارها. طب افرض مثلا كان لي ماس، فريكوانسي، مومنتم، انرجي كلهم زي بعض، فدايما الفريكوانسي زي الماس زي المومنتم وزي الانرجي عكس مين؟ عكس الويف لينث. اتفقنا؟ طيب ده لو حب يغير يعني. اللي بعده an electron moves in energy level around a nucleus of hydrogen atom associated with its standing wave
اسمه ويف يعني. بقول لك ايه، الشكل ده لما كنا بنشوفه قبل ما اقرا السؤال، لو انا عايز ارتب كده دماغي افتكر اللي كان مكتوب، كنا اولا بنحسب الان عدد الويفز صح. تاني حاجه بنقول ايه؟ ويف لينث ايكوال 2 باي ار اوفر الان اللي هي اتش على ام في. ده لو عايز تفتكر يعني، عايز تفتكر كل حاجه. طيب هو عايز مين؟ عايز الراديوس اوف انرجي ليفل. طيب اول حاجه مستر تعالى نعد الويف. لو دي ويف اهي كل كورتين بواحد 2 3 4، اولا يبقى انا عندي كام ويف؟ 4. طيب هنا حد جاب سيره السبيد؟ لا، يبقى يا عم الجزء ده لغيته شلته. هيبقى قانون ويف لينث ايكوال اهو 2 باي ار اوفر مين؟ اوفر الان. طيب الان لسه حاسبينها بكام؟ 4. يبقى يا عم نشيل الان دي نحط كام؟ 4 يعني. طيب هو عايز مين؟ عايز الار. يلا يا ريس صح. اي حاجه جنبها بالتايمز تنزل تحت بالديفايد، يبقى دي كده هتبقى 2 باي ونشطبهم من فوق اهو. طيب الفور تحت مستر بالديفايد تطلع فوق بالتايمز وهتبقى عامله كده اهو، وده يا عم نشيله صح. طيب الفور طار مع التو بقى 2 صح. اذا هتطلع الراديوس 2 ويف على مين؟ على باي. 2 ويف على باي اللي هي الاجابه رقم بي. اللي بعده هنا بقى الجزء اللي انا ما بحبوش شخصيا وبيضايقني ومش عارف بيسال عليه ليه. قال لك فلاش لايت از يوزد ان انرجي سورس تو اكسايتد اتوم اوف اكتيف ميديوم اوف ايه. زمان قبل النظام الجديد كان كل 4 سنين مثلا يروح رامي سؤال في دي، مع ان حته مالهاش لازمه، دي الحته الوحيده اللي حفظ. طيب تعالى كده افكرك واحده واحده. طيب كان عندنا ايه يا مستر الحاجات اللي بتعمل اكسايتيشن؟ تعالى افكرهم لك وانت ايه وانت بتحل يعني. كان عندنا اول حاجه الالكتريك ديسشارج. افتكر دايما الالكتريك دي بتتعمل عند الجازس، يبقى الالكتريك ديسشارج الجازس زي مين؟ زي الهيليوم نيون ليزر. كنا بنشغل مين؟ هاي دي سي فولت صح. طيب يبقى تسمع سيره الكتريك افتكر في الجازس. جميل. طيب كان عندنا تاني حاجه كيميكال دي هتلاقي فيها كيميكال رياكشن صح، اللي هي ايه؟ اللي هي حاجه هيدروجين فلورايد او ديوديريوم فلورايد ده سي او 2. حلو، يبقى دي هتلاقي فيها ايه؟ كيميكال يعني كيميكال ايكويشن. حلو. طيب تالت حاجه الاوبتيكال. ايه هو الاوبتيكال دي؟ اوبتيكال دي اللي هي جايه من الضوء. عندنا حاجتين، عندنا اللي هو فلاش لايت وعندنا اللي هو الليزر. طيب الفلاش لايت بيتعمل في ايه؟ الفلاش لايت دي يا بابا تمام اللي هو بنجيب فلاش كده ونقعد نشغله، دي دايما كنا بنستخدمها في الروبي ليزر. طيب الليزر يعني الليزر عشان اعمل ليزر عادي صح، مش احنا في الميتيور اندكشن كنت بجيب بطاريه فيها كهرباء عشان اعمل كهرباء عادي. طب الليزر بقى كنت بستخدمه في مين؟ الليزر كنت بستخدمه في الليكويد داي. ليكويد ايه؟ داي الصبغه يعني. حلو جدا. طيب هنا قال لك مين؟ قال لك فلاش لايت. يبقى في مين؟ يبقى في الرابي ليزر صح ولا غلط؟ الرابي ده اللي هو الزمرد. طيب تعال نشوف هل في الجازز؟ غلط. الجاز ده اللي هو مين؟ اللي هو الالكتريك. طيب سيمي كوندكتور؟ غلط. اكيد ليكويد داي. اتقل رياض. الليكويد داي ده بستخدم فيه مين؟ ليزر. هو هنا قال لي ليزر ولا لي فلاش لايت؟ قال لي فلاش لايت. بس يا مستر انا ما عنديش روبي ليزر او ما عنديش الرابي يعني اللي هو الزمرد ده. اعمل ايه؟ حبيبي هو ايه هو السوليد كريستال؟ الكريستال السوليد ده منه مين؟ منه الروبي. فاهم قصدي؟ يبقى في الحاله دي هنختار مين؟ هنختار السوليد كريستال. انا مش عارف ليه عمل سؤال زي ده في الامتحان، انا الله اعلم يعني. اللي بعده ليزر راي اوف ويف از يوزد ان هيلوجرافي. افتكر الهيلوجرافي اللي هو 3 دي ايمج. جميل، بنستخدمه عشان الليزر كان كوهيرنس. بص انا فاكر اهو، انا بقول كل حاجه انا فاكرها على الهيلوجرافي، وكنت بستخدم الفيس ديفرنس والباس ديفرنس. طيب تعال نشوف قانون يعني. قال لك where the phase difference between two ray of reflected ray is كذا. عايز مين؟ عايز الباص. طيب تعال نكتب phase equal 2 باي over wavelength في مين؟ في الباص. يلا يا مستر phase difference بكام؟ باي اوفر 2 ايكوال 2 باي على الويف في مين؟ في الباص. يلا يا مستر الباي هيطير مع الباي صح؟ يلا بابا عشان اجيب الباص الويف دي بالديفايد تطلع فوق بالتايمز، ال2 دي بالتايمز تنزل تحت بالديفايد، يبقى 2 تايمز 2 وفوق في ويف. هتلاقي ويف على كام؟ ويف على 4. فين يا عمي ويف على 4؟ تمام. واحد يقول لا مستر مش فاهم اهو، مش الناس اللي مش فاهمه في الماس اهو. يلا بابا مش هو بقى لي فيز باي اوفر 2، هيسيبها باي اوفر 2 ايكوال 2 باي على الويف في الباص صح؟ طيب انا مش عارف. بص بقى، مش انت الباص دي اللي انت قايسها دي اكس بتاعتك اهي صح؟ وكده كده الويف دي هتطلع فوق
صح؟ فدي هتشيلها يا عم من هنا وتشيلها من هنا. اكتب على الكالكوليتور دي، اكتب باي اوفر 2 ايكوال 2 باي تايمز اكس. شوف الاكس دي بكام اهو يا عمي، انا مش عارف اهو. قول له مين اهو؟ قول له باي، فين باي اهو؟ اوفر 2 عشان الناس اللي بتخاف. الفا ايكوال 2 باي تايمز الاكس يا عم اللي انت عايزها. هتلاقي اكس بكام؟ تمام؟ 0.25 اللي هي كام يعني؟ اللي هي ربع. صح ولا غلط؟ الاجابه كام؟ ربع. ما احنا افترضنا ان الويف بون، يبقى تلاقي 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 4. شكرا. هتلاقي الاجابه كام يا عمي؟ 1 اوفر 4. تختارها من غير ما توجع دماغك. انا بعلمك ان انت حتى لو الدنيا بايظه خالص في الماس ازاي تتعامل، عشان في ناس برضو بيخافوا من المواد دي حاجه وبتجيب حاجه. اللي بعده الجزء ده جميل، ده زي امتحانات من اول دفعه 23 ابتدى يديني سيركت ويقول لي دي انهي سيركت. تعال نفكر. طيب بعد اذنك لما ده يجي ارجع دايما لمفاهيمك اخر صفحه خالص، شابتر 8. هتلاقي كده كام حاجه، تعالى اعيدهم لك مع بعض. دايما يا بابا لو لقيت بطاري في كي بارل مع اللامب اذا ده نوت. يبقى هو تاني كي بارل مع مين؟ مع لامب، يبقى ده مين؟ نوت. طيب لو لقيت 2 كي سيريس مع اللامب، ابص الاثنين كي سيريس مع مين؟ اللمبه، يبقى ده اند. طيب اخر حاجه لو لقيت 2 كي بارل، طب ما هو زي ده، لا بس الاثنين كي اللي في الاخر اللي هيطلعوا دول سيريس مع مين؟ مع اللامب. اذا لو لقيت 2 كي بارل واللي يطلع سيريس مع اللامب اذا ده مين؟ ده اور. حلو جدا. طيب افتكر دايما دي هتلاقيها فين؟ في المفاهيم. طيب تعالى بقى نشوف السؤال. بص يا مستر، دول 2 كي بارل واللي طلع سيريس مع اللمبه، يبقى ده على طول مين؟ اور، من غير ما افكر. صح؟ طيب بص بقى، ده في كي سيريس مع اللامب. يعني قصدك تقول لي دول ولازم كمان ده عشان اللمبه دي تنور، صح؟ طب ايه يعني ايه لازم الاثنين يقفلوا؟ لا، لو تاخد بالك ايه، لو الكي اللي فوق ده اتقفل او اللي تحت اتقفل كده كده الناحيه دي بقت تمام، صح؟ بس لازم ده ايه؟ يتقفل. معنى ان قلت لازم يبقى ده مين؟ اند. او فكك، مش احنا قلنا لو لقينا الكي سيريس يبقى اند؟ حلو جدا. الاثنين كي بارل سيريس مع اللمبه ده اور، صح؟ اللي دول مش دول سيريس مع الكي، يبقى لازم يكون هنا في مين كمان؟ اند. يبقى الكي اللي طلعت دي مين ومين؟ اور واند. يعني ببساطه بقول لك بص، اقفل كي اكس او زد، ده او ده او الاثنين مش فارقه، ده يعني ايه؟ اور. بس لازم تقفل اكس عشان اكس مهم، انا اسف، واي او زد. اقفل واي او مين؟ زد. الاثنين اللي فوق دول تمام، اي واحد منهم اتقفل اللمبه يعني خلاص دول كده اتقفلوا. بس كمان لازم، معنى كلمه لازم يبقى دي اند، كي اكس يتقفل عشان اللمبه تنور، صح؟ يبقى اور وايه؟ اند. تعال نشوف هل في نوت في القصه؟ لا. في نوت؟ لا. اند اهي موجوده، بس هل الاثنين اند؟ لا. اند دي يعني سويتشين سيريس او اكتر من سويتش سيريس، يعني لو 3 سويتشات سيريس يبقى 3 داخلين في الاند، فاهم؟ ده بص هي اور وكمان مين؟ اند. يبقى الاجابه رقم سي، صح؟ يبقى جروب مين؟ جروب سي هو اللي صح. اللي بعده دايود. على طول تسمع سيره دايود، فاكر بعمل ايه؟ اشارات. يلا يا مستر، مش الباتري بوزيتيف نيجاتيف والدايود هو كمان الحمد لله بوزيتيف نيجاتيف، على كده والكهرباء ماشيه البوزيتيف هيقابل البوزيتيف على فكره. يبقى دي كده فورورد ولا باكورد؟ دي فورورد يا ريس. تعال نشوف. قال لك if resistance of diode is negligible in case of forward، ملغية، and infinity in case of backward, then the opposite circuit when key is closed the luminance of bulb. يعني إضاءة اللمبة يحصل لها إيه؟ طيب برضه دي اللمبة، تسمع سيرة لمبة يعني إضاءة لمبة يعني تعال نشوف لما كده اتقفل. أولا دول يا بابا بارل ولا سيريس؟ بارل، وفي البارل الار ايكوفرنت بتقل، فالاي مين؟ بتزيد، يبقى اضاءه اللمبه هتزيد، يبقى على طول هنقول انكريز من غير ما نفكر. طيب افرض دي بقى كان باكورد، في الحاله دي اضاءه اللمبه دازنت تشينج. ليه بقى مستر دازنت تشينج؟ عشان في الاول هنا تخيل دي كده لو كان باكورد، يعني تخيل كده السؤال ده يعني كاننا بنحل سؤال تاني اهو. تخيل ده كان كده، يلا في الحاله دي هيبقى ده اللي نيجاتيف وده اللي ايه؟ بوزيتيف. يلا يا مستر، هل البوزيتيف ده ينفع يمشي مع النيجاتيف؟ لا. فاصلا اذا كان كي اوبن او كي كلوز هو كده كده الفرع ده ماله؟ ملغي. فاول مره الكهرباء تعدي في ال 0.r بس، وتاني مره 0.5r بس. ده معناه ايه؟ ده معناه ان في الحاله دي هنقول ايه؟ دايما ستي سيم. بس في السؤال ده لا يا مستر، دي الحاله دي فورورد، صح؟ فاذا اول مره تمام، اولا كان الكي اوبن مفيش كهرباء تمشي، وهتمشي في ال 0.5r بس. طب لما الكي اتقفل دول بقوا بارل ولا سيريس؟ بارل، فالار قلت فالاي
هتزيد. تعالى اللي بعده، سؤال جميل. قال لك if concentration of each free hole and free electron and hole in doped يعني ايه كلمه doped؟ يعني in pure، يعني ما حدش يقول لي ده الان اي، عارف لو قال لي كلمه بيور يبقى الرقم اللي هيقول لي ده الان اي. ار كذا اند كذا، خلي بالك ريسبكتيفلي، تعال نقولهم بالترتيب. فري الكترون هو ده يبقى ده الان، اند هولز ده وده البي. اولا كده من قبل ما اقرا السؤال انا اكتشفت حاجه، ان الالكترون اكتر من الهول، صح؟ يبقى اولا بص يا مستر، بما ان الالكترون 10 باور 14 والهول 10 باور 8 يبقى اولا احنا في ان ولا بي؟ ان تايب. ده استنتاج من قبل ما اقرا السؤال. تعال نكمل. بيقول لك ايه؟ سو concentration of free electron or hole in pure before doping، قبل ما احقن. ايه ده؟ ده قال لي عايز الالكترون والهول ان ايه؟ بيور، يعني عايز مين؟ عايز الان اي. ما مستر في الان اي الان هي البي، فايه الغباء ده؟ عايز الان بكام والبي بكام؟ دور على رقمين قد بعض. اولا هنا اللي حط السؤال ده مش اذكى حاجه ليه؟ يعني يا ريت مثلا كان اختار مثلا اتنين زي بعض فاكتر من واحده. لو تاخد بالك بص، ده رقم غير رقم، رقم غير رقم، رقم غير رقم، ادي الاجابه دي من غير ما افكر. ليه؟ بابا مش هقول لك بيور يبقى الان ايكوال البي ايكوال ان اي، صح؟ هو في اساسا غير دي؟ لا. فده اساسا ذكي من غير ما افكر، ده من غير ما احل السؤال اختار دي. طب تعالى بقى مستر نحلها بستبس. افرض مثلا في رقمين متشابهين، يعني مثلا 10 باور 9 و10 باور 9 و10 باور 11 و10 باور 11، في الحاله دي هضطر احل. يلا يا مستر، مش احنا بقى في الان تايب؟ في الان تايب بنقول الان ايكوال ان دونر. جامد، يعني الان دونر بكام؟ 10 باور كام؟ 14. والبي ان اي سكوير اوفر ان دونر. يلا يا مستر، البي بكام؟ هو قال لي 10 باور 8 يبقى اكتب له 10 باور كام؟ 8 ايكوال ان اي سكوير دي يا حبيبي اللي انا محتاجها اوفر الان دونر اللي هي 10 باور كام؟ 10 باور 14. صح ولا غلط؟ يلا يا مستر، عايز تعمل اعمل ايه؟ اعمل مش انت بابا عايز الان فوق اهو، ان اي سكوير، ال 10 باور 14 بالديفايد تطلع فوق بالتايمز، صح؟ تبقى الان اي سكوير ايكوال 10 باور 8 تايمز 10 باور 14. طبعا عشان تشيل سكوير يبقى تحت الروت تطلع 10 باور كام؟ 11 بير سنتيمتر كيوب. يعني ايه 10 باور 11؟ يعني الالكترون ب 10 باور 11 وكمان الهول ب 10 باور 11، فالاجابه كده كده رقم دي من غير ما افكر. اللي بعده. الحمد لله احنا كده خلصنا كل اسئله مدرجه. تعالى بقى يا معلم نخش على اسئله مدرجتين، ودايما بعد اذنك لو لقيت اسئله بدرجتين ساذجه اعرف ان ممكن يكون في حاجه غلط. يعني مش هيقول لك مثلا الميو والان والاي والال سيلينويد وعايز البي سيلينويد مثلا، نعرف ان هو مش هتبقى كده. تعالى نشوف واحده واحده كده ونشوف هنحل ازاي. The opposite figure represent part of an electric circuit that carry an electric current then the value of VB. ايه ده؟ الله، ده كده شوف صح. يلا مستر، والحمد لله انا كله معايا ما عدا الفي بي والاي اللي هنا، بس هنا سهله ليه؟ لو هنا بابا داخله اي ب 2 امبير حصل ايه في النقطه دي؟ تتقسم واحد فوق واحد تحت، يبقى الحمد لله جبت هنا 1 امبير نازل. تحفه. تاني حاجه خلاص يا عم اعمل لوب. اول حاجه في كيرشوف حط سهم البطاريه من النيجاتيف للبوزيتيف. تعالى اهو يا عم يلا. تاني حاجه افتي في الكرنت، لا الراجل فاتي اهو يا عم. 2 دخلت اتقسمت، واحد تحت اهو واحد فوق، صح؟ الاراء كلها موجوده كل حاجه. يلا تاني حاجه افتي في لوب يا عم، مش انت عايز اللي هنا؟ اعمل لوب هنا اهو، انا ماشيه كده. حلو جدا. طيب بعد كده حدد النود يا عم، دي نود اهو، النود بتاعتي. تالت حاجه جمع الار جنب كله. يلا يا مستر، الكهرباء بتاعت 1 امبير هتمشي من الكوره للكوره اهو، عدت علينا لحد هنا، عدت على 2 و5 2 و3 يبقى بكام؟ 5، يبقى 1 اي 1 عدى على 5. طيب اي 2 اللي تحت دي برضه تعدي على كام؟ تعالى من الكوره لحد الكوره اهو، صح؟ هتعدي من هنا لحد هنا، عدت على كام؟ على 20 اهو يا عم. اعمل كوره. كي سي ال كي في ال، كي سي ال خلاص عرفنا ان دي 1 امبير، فاضل كي في ال. ده سؤال تافه جدا. بطاريات ايكوال اقفل الارات، قلنا مجموع الفي بي ايكوال مجموع الاي في مين؟ اي في الار. يلا هو في بطاريه هنا غير الفي بي؟ لا. معايا العكسي؟ معايا. اعرف منين؟ بسبب السهم فوق واللوب فوق معايا. ايكوال اي في الار. يلا يا مستر، الخمسه اي دي بص هنا شمال واللوب يمين، يبقى نيجاتيف 5 تايمز 1. طيب هنا اللوب اللي تحت والاي اللي تحت يبقى بلس ولا ماينس؟ بلس 20 زائد 1. نيجاتيف 5 زائد 20 تيكوال كام؟ 15 فولت. يبقى الاجابه بكام؟ 15. وده سؤال تافه مش عارف ايه المشكله فيه. اللي بعده. ذا تورك اكت اون ا كويل كارينج كارنت. التورك موجود في الكويل كارينج كارنت ان يونيفورم ماجنتيك فيلد بيكم ماكسيمم. طيب تعالى يا مستر كده افتكر امتى حالات التورك ماكسيمم. حالات التورك ماكسيمم لو ده يا بابا اهو الكويله. تعالى حاجه زي كده بس الكويل.
يلا بقى، لو ده كويل، هل انت عايز الماجنت يخبط نص الكويل؟ لا، امال عايزه ايه؟ عايز يخبط السلك من هنا، صح؟ يبقى لما يكون الكويل بلين بارل، صح؟ طيب ده لو كويل بلين. طب لو البربنديكولار اوف كويل بلين، مش لو ده كويل عنده حاجه اسمها ماجنتيك دايبول مومنت اللي هو بربنديكولار اوف كويلز بلين، صح؟ مش انا عايز الماجنت يجي كده، صح؟ يبقى يعمل ايه مع البربنديكولار؟ برضه هيكون بربنديكولار، صح ولا غلط؟ جميل جدا. يعني امتى يا مستر التورك ماكسيمم؟ اتفقنا حالتين، يا اما الكويلز بلين يكون بارل، يا اما البربنديكولار اوف كويلز بلين يكون بيربنديكولار على الماجنتيك فيلد، صح؟ اتفقنا. يا اما كويل كوزاين، صح؟ كوزاين بارل بزيرو، كوزاين زيرو فعلا ب1 يا ابن اللذينه، ماكسيمم. او بيربنديكولار اوف كويلز بلين ساين، وساين 90 برضه بكام؟ برضه ب1. جامد. قال لك وين ذا دايركشن اوف ماجنتيك دايبول مومنت. الماجنتيك دايبول مومنت حبيبي ما هو ده مين؟ بيربنديكولار اوف كويلز ايه؟ كويلز بلين، الكلام ده حافظينه وعارفينه. عامل ايه مع الماجنتيك فيلد؟ اكيد عامل معاه بيربنديكولار. اتفقنا دايما انا بحب البيربنديكولار يكون بيربنديكولار، صح؟ ينفع اقول البيربنديكولار في كويلز بلين بارل؟ لا لا لا، يبقى ده حاله مين؟ حاله السي. اللي بعده فولتميتر اتس ريزيستنس از 100 اوم. ماشي. مين هو الفولتميتر ريزيستنس بتاعه 100؟ واحده واحده. اتفقنا لو قال لي الفولتميتر او قال لي اميتر الار بتاعته بكذا ولسه ما ركبش شنط او ركبش مالتبلاير، اذا انا لسه جلف. طيب يبقى فولتميتر ريزيستنس بتاعه 100، يبقى ده ار مين؟ ار جي. ماكسيمم فولتج كان بي ميجر از 1 فولت. مين ده؟ في جي. ليه يا مستر؟ ده اللي فولتميتر حبيبي، وانا لسه ركبت حاجه؟ لا، يبقى انا لسه جلف. قال لك ذا فاليو اوف مالتبلاير ريزيستنس، يعني عايز مين؟ ار مالتبلاير بكام؟ that should be connected to increase measured voltage by increase by. المستر قالها لنا بدل المره 1000. يعني ايه يا بابا increase by؟ هيزيد بكذا، عليه معاك. قال لك عشان السؤال ده عمل دربكه كتيره مع انه سؤال مفهوم ومتشاف اهو. قال لك ايه؟ قال لك المالتبلاير ريزيستنس should be connected to increase measured voltage by 10 time. واحده واحده. وانا لو كنت في لو زدت 10 مرات هبقى 10 في، صح؟ هو قال لك انكريز باي 10 في، يبقى انا الفي الجديده بقى عندي واحد، بقى عندي 10، يبقى كله على بعض كام؟ 11 في. هي دي كل التريك، فاهم؟ يبقى بعد اذنك عارف هنا لو قال لي انكريز تو 10 فولت او انكريز تو 10 تايم، يبقى خلاص فعلا الفي الجديده ب 10، انا ما اتكلمتش فين؟ بس قال لك انكريز باي 10 مرات، يبقى انا لو كنت الاول 1 لو زدت 10 مرات هتبقى ب 10، صح؟ قال لك انكريز باي بقى، يعني الرقم اللي طلع ده هتزيده على مين؟ على اول حاله اللي هو كان مين؟ ال1، يبقى الفي الجديده بكام؟ 11. طب هو عايز مين؟ عايز الار مالتبلاير. يلا يا مستر تعويض مباشر. بس هي التركه كلها فهمت بقى؟ ده سؤال بدرجتين. ليه حطه بدرجتين مع انه المفروض تعويض مباشر؟ عشان كلمه مين؟ انكريز تو انكريز باي. طيب هنا بقى مستر ار مالتبلاير ايكوال في ماينس فيج على اك. جامد. يلا الفي الجديده بكام؟ 11 ماينس الفي القديمه بكام؟ 1 على الاي جي. مستر هجيب الاي منين؟ بابا ما الاي في على ار، يعني ممكن نقول الاي دي في جي على ار جي. يلا الفي جي بكام؟ بواحد على الار جي بكام؟ اللي هي ب 100، صح؟ 11 ماينس 1 ب 10، اوفر تطلع لفوق، تطلع بكام؟ 1000 اوم. يبقى الاجابه كام يا عمي؟ 1 كيلو اوم. وده سؤال جميل ومش عارف ليه كان معمول له قلم. اللي بعده سيركولار رينج. هنا بقى الاسئله اللي فيها لعبه. if a circular ring of radius 5 سم. مين ده؟ ار. هيبقى الار ب 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. كاري الكتريك كارنت 10 امبير. ماشي في كهرباء بكام؟ 10 امبير بدل اي. تحفه. is bent يعني ايه؟ هيتني يعني such that each half become perpendicular to other half. يعني ايه؟ يعني عندي كويل وهقسمه ان كل هاف يكون بربنديكولار على الثاني. طيب اولا لو ده كويل اهو، تعالى اعمل اقسمه اثنين. قال لك واحد هيكون بربنديكولار على الثاني، عارف ده معناه ايه؟ بعمل كده. هي دي الفكره. يعني هنا مثلا يبقى شكله عامل ازاي اهو يا بابا؟ لو ده كويل اهو، ده كان اول حاله، صح؟ قال لك لا، ده هيتقسم اثنين وهيبقى الجزء ده بربنديكولار على مين؟ على الجزء الثاني. يعني بعمل كده بالشكل ده يا ابن الذين، بدل ما هم كانوا كده بقى ايه؟ اتقسم ايه؟ نصين بربنديكولار على بعض. حلو جدا. هو عايز مين بقى؟ قال لك to the other half the resultant magnetic flux the resultant magnetic field at its center. طيب يلا يا مستر الحاله دي من الاخر كده، دايما لما بتشوف اثنين كويلز بربنديكولار دايما بيبقى ايه؟ بالبلس ولا بالماينس؟ لا ده ولا ده، كنا قلنا دايما بايه؟ بالروت. مستر مش مصدقك.
تعالى يا بابا نفترض في كويل كده وكويل كده. الكويل اللي ماشي فيه كهرباء كده ده الماجنت بتاعه ازاي؟ كده شمال. حلو جدا. طب الكويل اللي تحت ده لو الكهرباء كانت ماشيه كده يبقى البي بتاعه ايه؟ تحت. بتخيل حاجه تحت وشمال يبقى دول مع بعض عاملين ايه؟ عاملين روت. صح ولا غلط؟ تمام؟ يبقى مثلا لو الكهرباء كانت ماشيه كده مثلا فلو ده كده يبقى يعمل بي خارج طالع. طيب بعد كام طالع من هنا؟ ده عامل كده عامل بي كده اهو. يبقى برضه الاثنين مع بعض عاملين ايه؟ عاملين روت. وصلت؟ خلاص يا مستر يبقى البي توتال ايكوال روت بي 1 سكوير بلس بي 2 سكوير. يلا يا مستر تعالى الاول نجيب البي 1 مثلا. اي واحد فيهم كام؟ ميو ان اي على مين؟ 2 ار. يلا الميو معايا 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7. الان هنا بقى بكام؟ جامد هاف. الاي 10 وال2 والار اللي هي كام؟ 5 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 2. يلا يا مستر تعالى نعملها مع بعض. يلا يا معلم هنقول 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اهو يا عمي تايمز الان اللي هي بكام؟ هاف او 0.5 تايمز الاي اللي هي ب 10 على 2 ار اللي هي تايمز 5 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. حلو؟ هيطلع بكام؟ هيطلع برقم. هل هو الرقم ده اللي هشتغل بيه؟ لا يا بابا مش هو ده. ليه؟ ده البي الواحده، هما الاثنين بالايه؟ بالروت. طب اعمل ايه؟ اقول له سكوير روت الانسر سكوير بلس يا عم الانسر مين؟ سكوير. هتطلع الاجابه كام؟ 0.00. هو الكالكوليتور دي هنا بس معموله انها ايه؟ بتجيب البوينت يعني. تمام؟ المهم في 8 في القصه 8 صح؟ هو في حاجه في دي غير دي؟ لا. طب برضه مش عارف اعمل ايه؟ تدوس يا حبيبي كلمه مين؟ كلمه انش. هتطلع 88 او 8.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. هتلاقي عامل رقم مين؟ هتلاقي رقم دي. تمام؟ و88 اللي هي 8 كام؟ 89 يعني عمل ابروكسيميشن. حلو جدا. تعال نكمل اللي بعده. الرسمه اللي خلاص عارفينها صح؟ اكيد ده ميوتوال اندكشن اهو اتنين جنب بعض حتى من غير ما اقرا. وقال لك ده اللي تشينج اوف اي. هو عايز اكيد ليه ام اف يا عم خلاص عارفينها. اتفقنا المستر قال لنا بشوف الجراف ده اطلع اجري اقول نيجاتيف مين؟ نيجاتيف لينز. نيجاتيف مين؟ لينز. يلا يا عم. قال لك ايه؟ قال لك ده علاقه الاي مع التايم. هو عايز مين؟ عايز علاقه الام اف مع التايم من غير ما اشوف الجراف اولا. يلا يا مستر من اول هنا اهو. يلا مستر بص اهو تعالى يعني نعمل هنا مثلا خطوط من اول هنا من اول هنا هنا هنا. يلا يا مستر تعالى نشوف اللي هيحصل. يلا يا باشا. الاي او الفاي بيزيد. اي حاجه بتزيد بعد النيجاتيف تخليها نيجاتيف اهو يبقى تلاقي الجراف لتحت. طيب بعد كده مستر ثابت نو فاريشن نو اندكشن تبقى بكام؟ زيرو. بعد كده بيقل اي حاجه بيقل نيجاتيف مع النيجاتيف تقلب بوزيتيف يبقى الاقي جراف نيجاتيف زيرو بوزيتيف نيجاتيف زيرو بوزيتيف. فين؟ جراف رقم سي من غير ما افكر. مهمه بتيجي كتير في الامتحانات ودايما متعودين عليها. نفس النظام لو اداك ايه؟ لو اداك الفاي هتبقى نفس الايه؟ نفس الاجابه. اللي بعده اسئله جميله كده بناخد منها درجتين بسرعه. يلا قال لك 2 كويل اكس اند واي. جميل. cross section area of x is twice cross section area of y. يلا يا مستر يبقى area x equal 2 area y. حلو جدا. قال لك ايه بقى؟ put in magnetic field. حلو. which magnetic flux density B. ماشي يعني B ثابت constant يعني. two coil are perpendicular to the direction of magnetic flux lines. الاثنين coil perpendicular. حلو. when reversed يا ابن اللذينه كلمه reversed direction of magnetic flux in 2 millisecond. اقف بعد اذنك. reversed overturned turned upside down اي كلمه من دول كنا دايما الكهرباء بنزود كام في القانون؟ 2. حلو جدا. قال لك ايه بقى؟ قال لك عايز ريشيو بين افريج. اشكر ربنا ان قال لك ريشيو. ليه بقى؟ بص اولا معنى ان اقول لك ايه افريج او قال لك ريفرسد ده معناه ان الاي افريج هتبقى بايه؟ 2 ان بي اريا على مين؟ على التي. فلو سيادتك نسيت ال2 دي ده اول تخفيله. بس انت عارف ايه الميزه ان اقول لك كلمه ريفرسد؟ ان قصدي قال لك كلمه ريشيو ان انا لو عملت اي افريج اوفر اي افريج وكتبت نفس القانون ان باريا على التي هتلاقي ال2 ده راح مع ال2 ده عشان الاثنين كونستنت والاثنين نفس التايم فالتايم هيطير مع التايم والبي هيطير مع البي. عارف ده معنى ايه؟ حرفيا بقى السؤال لو هنيجي بقى نعمل بقى سؤال على طول. مش اتفقنا يا مستر في الافريج اي انا اسف في الريشيو اي كونستانت بيطير يبقى على طول بدل ما اقول لك الاي افريج 2 ان باريا على التي. يلا يا مستر الاثنين ثابت والتايم خلاص في الاثنين ثابت وقال لك البي ثابت هيبقى حرفيا الاي افريج مع الان ومع الاريا. بس كده بس كده. طيب وقال لك اي افريج اكس على اي افريج واي 3 على كام؟ 1.
ومعاه الاريا اكس واريا واي، امال هو محتاج مين؟ محتاج الان. يا عم عادي سهل، يلا يا باشا تعالى يا باشا. اي افريج اكس اوفر اي افريج واي، يلا ان اكس اريا اكس على ان واي اريا واي، يلا يا باشا. اي افريج اكس على واي بكام؟ لسه قايلينها 3 على كام؟ 1. ان اكس اوفر ان واي دي اللي هو طالبها، وقال لك اريا اكس ايكوال 2 اريا واي. يلا يا عم انا اسف، دي اريا اكس، ايه الهبل اللي انا عملته ده؟ اريا اكس اهي، ممكن اشيلها اقول 2 اريا مين؟ اريا واي، واريا واي هتطير مع الاريا واي. يا ابن اللذينه هنقول 2 ايكوال ان اكس على ان واي تايمز كام؟ 3 ايكوال ان اكس على ان واي تايمز 2. طب مش انت يا عم عايز ده؟ يبقى الطوب التايمز تروح هناك بالايه؟ بالديفايدد، هتطلع 3 على كام؟ 3 على 2 من غير ما تضيع وقتك. وصلت؟ جميل. الاسئله الحلوه جميله اللي بتاخد ساعه كتابه، بس بالقانون نحله ايه؟ نحله في ثانيه. تعالى يا عم نشوف. قال لك ذا جراف ريبريزنت ريليشن بتوين، السؤال ده عملناه 100 مره، وعملناه في بيت امتحان، وعملناه في الحصه، وعملنا لما يقول لي سيتا على طول او لما يقول لي تايم. كل الحالات يا باشا القانون يجيب لك السؤال ده في ثانيه الا ثانيه، بدل ما تقعد تحل في ساعه وتضيع وقتك يا باشا كده في ثانيه تعرف تحل. السؤال بيقول لك ذا جراف ريبريزنت ريليشن بتوين انديوسد اي ام اف ان داينامو كويل اند تايم ديورنج هاف سايكل. جميل ماشي. قال لك انا عارف اهو يا عم، ده معايا الاي ام اف، واكيد دي طبعا مين؟ اي ماكسيموم، الحمد لله معايا ب 100. وقال لك ده التايم بتاع ايه؟ هاف سايكل، ما معروفه والله العظيم دي نص لفه يعني، سبحان الله. ماشي تمام. قال لك ذا افريج يا ربع يا نص يا 3/4 يا لفه، دي الحاجات اللي احنا حافظينها في كتاب المدرسه، يا القانون اللي انا عامله بيجيب اي حاجه. تمام. اي ام اف جنريتد ان داينامو كويل ديورنج تايم فروم تايم 0 لكام؟ 1/75. بسيطه. يلا يا مستر مش طالب الاي افريج، اكتب القانون الجوكر اللي بيجيب لك اي افريج مهما كان من غير ما تضيع وقت. يلا يا باشا. اي افريج اوف ان سايكل، ان سايكل دي اللي هي ربع نص خمس حسب اللي هو طالبه. يلا 1 ماينس كوزاين 360 تايمز الان على 2 باي تايمز الان، كل ده مضروب في مين؟ الاي ماكسيمم. يلا يا مستر الاي ماكسيمم الحمد لله معايا بكام؟ ب 100 يا ابن اللذينه، يبقى انا كمان معايا دي بكام؟ 100. يبقى حرفيا امتى تعرف تحل؟ لو جبت مين؟ جبت الان. فاكر كنت بقول لك بتجيبها ازاي؟ بكل شياك. يلا يا مستر مش انا يا بابا معايا الوقت اللي خد نص لفه بكام؟ 0.04، يعني ممكن اقول 0.04 عمل نص لفه صح؟ اللي هو طالبه قد ايه؟ يلا 1 على 75 تايم سكند عامل قد ايه؟ وتعمل كروس مالتيبليكيشن. بس كده بس كده. يلا يا باشا اهو ده الاكس اللي انت عايزها، ده في ده على مين؟ على ده يا ابن الايه؟ يبقى اقول له نص اهو يا عمي، نص في 1 على 75 اهو، نص في 1 على 75 او 75 باور نيجاتيف 1 على كام يا عمي؟ 0.04 صح؟ تطلع بكام؟ 1 على 6 بمنتهى الشياكه. يبقى عم الان اللي انت عايزها دي، الاكس اللي انت عايزها دي طلعت بكام؟ 1 على كام؟ 6. يعني كاني بكل شياكه بيقول لك انا عايز الافريج بتاع 1 اوفر 6 سايكل. بس كده يبقى عينيا ليك. يلا يا باشا 1 ماينس كوزاين 360 تايمز 1 اوفر 6 على 2 باي تايمز 1 اوفر 6، كل ده مضروب في الاي ماكسيمم اللي هو كام؟ 100. بص من غير ما بعمل ستيبس على طول اهو. يلا هنقول 1 ماينس كوزاين 360 تايمز الان اللي لسه قايلينها 1 اوفر 6، او ممكن على طول تعملها 6 باور نيجاتيف 1 تمام، على 2 باي ثانيه 2 باي انا اسف تايمز 1 اوفر 6، كل ده يا عم مضروب في الاي ماكسيمم اللي هو كام؟ اللي هو 100. هتطلع الاجابه 47.74 اللي هي كام يا عمي؟ 47.77 هي نفس الايه؟ نفس الاجابه. ده بس الفرق بين باي اللي هو 22 اوفر 7 ولا 3.14. انا عشان عوضتها على طول باي على الكالكوليتر، هو قال لي عوضتها بكام؟ 3.14. سؤال بيتحل في ساعه حرفيا، عرفت تحله في ثانيه بالقانون، فانجز نفسك. اللي بعده قال لك the opposite figure represent a series RLC circuit so the current passes in circuit equal. طيب مستر قال لنا عشان اجيب الاي محتاج يكون معايا الفي واللي بيضايق. طيب الحمد لله الفي معايا. تعال نشوف اللي بيضايقه مين. الار معايا ب 25، معايا كويل بس خلي بالك معايا الاتش هنري يعني ال، ومعايا مايكرو فراد معايا سي. تعال يا عم نحسب. يلا يا باشا اول حاجه الار ب 25 اوم دي زي ما هي. تعال يا عم الاول نجيب اكس ال. ايه قانون اكس ال؟ 2 باي اف ال. يلا يا مستر 2 باي الاف اللي هي بكام؟ 50 في ال اللي هي 0.5 على مين؟ على باي. سوري 0.5 على كام؟ باي.
هتلاقي الباي طار مع الباي. 2 في نص ب51 تطلع دي كلها بكام؟ 50 اوم. حلو جدا. تاني حاجه عايز تجيب سيادتك مين؟ اكس سي. 1 على 2 باي اف اللي هي ب 50 في السي اللي هو كام؟ 200. بس خلي بالك دي 200 مايكرو، ها؟ يعني 200 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 على مين برضو؟ على باي. هتلاقي الباي طار مع الباي. حلو. 2 في 50 ب 100 صح؟ تعالى يا عم عشان ما حدش يقعد يشغل دماغه اهو يا عم، اقول له 1 على 2 في 50 في 200 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 هتطلع ب 50 برضه اي ثينك يعني. صح؟ تطلع برضه يا عم ب 50 اوم اهو يا عم. 50 مين؟ 50 اوم. حلو جدا. يلا تعالى بقى مستر نجيب مين؟ الزد. صح ولا غلط؟ ايه قانون الزد؟ روت، وده عندك في المفاهيم ار سكوير بلس اكس ال ماينس اكس سي اول سكوير. واحد يقول لي بص يا مستر انت ما خدتش بالك من حاجه. ايه اللي ما خدتش بالك منه؟ يا مستر ده الاكس ال ب 50 والاكس سي برضه بكام؟ ب 50. عارف دول يا معلم عملوا ايه في بعض؟ جامد، لغوا بعض. ففي الحاله دي الزد كان مينيمم وايكوال ار، والاي مين يا مستر؟ في بي على مين او في على مين؟ في على ار بس، والفي اللي هي بكام؟ 200 والار اللي هي بكام؟ 25. هتطلع الاجابه بكام؟ 8 اوم. يبقى الاجابه رقم دي من غير ما تقعد تتعب دماغك. طب انا يا مستر مش عارف، كنت تعوض بالزد زي ما انا لسه كاتب، بس المفروض تبقى لماح وانت شغال. لو لقيت الاكس ال ايكوال اكس سي توقف ايه؟ من بدري. اللي بعده graph represent relation between maximum kinetic energy emitted for the electron from four different metal ABC. حلو. and the frequency of light. طيب المستر قال لنا اولا كده قبل ما اقرا هو عايز ايه. لو لقيت الجراف ده اول حاجه ركز على اليونت ده بالاي فولت، يعني تايمز 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. حتى لو مش هقدر انا احل بيه. وخلي بالك الفريكونسي مضروب في رقم. اتفقنا دايما اي نقطه من هنا ده كريتيكال فريكونسي اهو، واي نقطه من تحت ده اي ورك فانكشن. ثانيه يعني ده اي ورك فانكشن ايه، ده اي ورك فانكشن بتاع ميتال بي، ده اي ورك فانكشن ميتال سي، ده اي ورك فانكشن ميتال دي. ده مبدئيا انا ما اعرفش عايز ايه. قال لك ايه بقى؟ قال لك which frequency cause electron to get emitted from metal AB but not cause electron from C and D. يعني انا عايز انهي ضوء يخرج الالكترون من A و B بس ما يخرجش من C. طيب يبقى كده الضوء ده اقوى من A و B بس اضعف من مين؟ اضعف من C و D. قال لك مين انهي فريكونسي من دول؟ يلا يا مستر فين A و B اهو، يبقى دول اخرهم اهو هنا صح؟ تمام. بس انا مش عايزه يخرج من C و D، يبقى مين اكتر واحد فيهم؟ فريكونسي 3. ليه؟ بص فريكونسي 3 اعلى من الكريتيكال فريكونسي بتاع A و B واقل من الكريتيكال فريكونسي بتاع C و D. يبقى في الحاله دي فريكونسي مين؟ 3 من غير ما تقعد توجع دماغك. اللي بعده السؤال ده رايق. The opposite figure show relation between X-ray and wavelengths in two college tube. تمام؟ which have target of two different material their atomic number Z1 and Z2. تمام. اند اوبريت ويز 2 فولتج. يا عم انجز. طيب المستر قال لنا لما بلاقي الجراف ده في ستيبس كده بعملها. اول حاجه ركز انا بشتغل مع الويف لينس ولا فريكونسي. جامد. ده بابا مين؟ ويف لينس. والمستر قال لنا في الويف لينس الشمال اقوى صح؟ بس في الفريكونسي اليمين اقوى. جامد. كنا يا مستر اليونت اللي بركز فيهم او ايه الثلاث حاجات؟ اقل نقطه، السنون، والارتفاع. الارتفاع ده انتنستي له علاقه بالهيتنج سورس. اقل نقطه ده الفولتج، السنون الاتوميك نمبر. خلصت. انا لو دماغي متقسمه كده اعرف احل اي سؤال. بمعنى تعالى مستر نشوف هنا يا بابا فين اقل نقطه؟ دي ويف لينس مينيمم 1 ودي 2. مين شمال اكتر؟ 1. خلي بالك يبقى ويف لينس 1 اقل من ويف لينس مينيمم 2، يبقى فولت 1 اعلى من فولت 2. شكرا. ده اول حاجه. خلصت. الشمال اقوى. مش يا بابا الويف لينس مينيمم متاثر بالفولت؟ مين اللي الشمال اكتر 1 ولا 2؟ 1. يبقى عندها فولت عالي. حلو جدا. تاني حاجه السنون. تعال نبص على السنه هنا يا ابن اللذينه. لا ويف لينس لاين بتاع سنه 2 شمال اكتر من ويف لينس لاين بتاع سنه 1 صح؟ يبقى مين؟ يبقى اتوميك نمبر بتاع 2 اكبر من اتوميك نمبر بتاع 1 عشان ويف لينس لاين بتاع 2 اقل من ويف لينس بتاع 1. فاهم حاجه؟ بس يبقى على طول يا عم نقول فولت 1 اكبر واتوميك نمبر 2 اكبر. يبقى الاجابه رقم بي. اللي بعده in diagram represent helium neon laser most neon atom get excited. اتفقنا النيون بيحصلوا excited بمين؟ بالاكسايتد هيليوم صح ولا غلط؟ ايوه. لا تلاقي انهي واحده من دول؟ يلا يا مستر
colliding with component 2 لا طبعا. colliding with excited atom of component 3 اكيد هي دي طبعا الاجابه. النيون بيحصل له اكسايتيشن بمين؟ بالاكسايتد هيليوم. اللي بعده ترانزستور. in NPN transistor the resistance connected to its collector RC كذا. if current gain كذا. ماشي البيتا ايه؟ عايز مين؟ عايز الاي بي. بقول لك ايه؟ مش بنكمل، بنعمل ايه؟ على طول. لو لقيت شكل الترانزستور ده كان فيه اسطمبه كده، فاكرها؟ ايه هي؟ في سي سي ايكوال اي سي ار سي بلس في سي اي. جامد. تعالى مستر بس واحده واحده كده نرتب الدنيا. اولا يا مستر الترانزستور ده فاضي، تعالى نكتب. كان دي دايما ايميتر في النص، بيز فوق كوليكتور. الار سي الحمد لله معايا، الفولت بتاع البيز مش عارف اعمل بيه ايه. الفي سي سي معايا 5 فولت ومعايا الفي سي اي. حلو جدا. يلا يا مستر الفي سي سي ب 5 فولت، الاي سي مش معايا، الار سي ب 50 كيلو يعني 50000 بلس في سي اي. الفي سي اي اللي هو بكام؟ 0.5. حلو. كله معايا ما عدا مين؟ ما عدا الاي سي. النص ده بالبلس يروح هناك بالماينس ونقسم على كام؟ 50000. يلا يا معلم اهو هقول له 5 ماينس هاف على كام يا عمي؟ 50000 صح؟ تطلع بكام يا عمي؟ 0.09 اللي هي بكام بالانج يعني؟ 9 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. يبقى الاي سي كده يا مستر كام؟ 9 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 5 امبير. هل ده اللي عايزه؟ لا، بس اتفقنا ايه؟ دي الاسطمبه. هو دايما من هنا هتلاقي يا اما بيديني الاي سي يا اما بيديني الفي سي اي، حاجه من الاثنين. طب هو عايز مين؟ عايز الاي بي. وخلي بالك مديك مين؟ مديك البيتا. حبيبي مش البيتا اي اي سي على اي بي. جامد. طب انا يا بابا محتاج الاي بي. فاكر كنا بنعمل ايه؟ سويتش، بنشقلب. يبقى انت يا بابا لو عايز الاي بي اي سي على البيتا اي، اللي هي الاي سي اللي هي 9 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 على البيتا اي اللي هي كام؟ 30. اولا 9 3 ب 3 والزيرو هيبقى مزود نيجاتيف، فتلاقي الاجابه رقم مين؟ الاجابه رقم ايه. اخر حاجه الجزء بتاع الايسي، اخر سؤالين دي ركز كويس جدا. لازم في الايسي نركز على اليونت، لازم في الايسي نركز على الستبس والكلام ده كله. اليونت بيتاخد عليه جزء من الدرجه، الستبس بيتاخد عليه جزء من الدرجه، والفاينل انسر جزء من الدرجه. يلا يا معلم اول سؤال الاوميتر. طيب قال لك اوميتر consists of اميتر. سبحان الله. ستاندرد ريزيستور اللي هو الار كونستانت. جامد. هنا اميتر قصده بيه جالفي يعني. اند 6 في باتري. يبقى مين ده يا مستر؟ ده الفي بي يعني. جامد. each shown the maximum او full scale deflection when current 1 ملي امبير flow. مين ده يا مستر ماكسيمم؟ يعني ده قصدك تقول لي الاي ماكسيمم؟ اي ماكسيمم. calculate the total resistance of ammeter. ايه السذاجه دي؟ ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ عادي على فكره اسئله الاس عادي تلاقي اسئله ساذجه زي دي. يعني معاك الفي بي ومعاك الاي وعايز الار. سبحان الله. يلا يا مستر مش اي ماكسيمم ايكوال في بي على ار ديفايس؟ سبحان الله. مش انت عايز الريزيستنس بتاع الاوميتر اللي هو الار ديفايس؟ يبقى الار ديفايس في بي على اي ماكسيمم اللي هو 6 على 1 ملي يعني 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 هتطلع ب 6000 اوم. بس كده بس كده خلصنا. يبقى انا كده خدت الدرجه، كتبت الاوم، كتبت القانون، كتبت الستبس، الانسر صح. جميل. اللي بعده ده كده اي. calculate the external resistance that make the pointer deflect to its half. بعد اذنك بلاش على طول تكتب ار اكسترنال تشقلب رقم ولا الواحد. اكتب اللي هو ايه؟ مش كان عندنا قانون اي ماكسيمم في بي على الار ديفايس واي عاديه في بي على الار ديفايس بلس ار اكسترنال؟ خلينا دايما في المقال نكتب دي على الاقل. هو بابا عايزها باين وبعد كده هنشقلب ونقلل واحد والله، بس على الاقل نعرفه الدخله. مش هو بابا عايز اللي يخلي البوينتر عند الهاف اي ماكسيمم؟ بنكتب ايه؟ يلا يا بابا اهو. يلا مستر والله هاف اي ماكسيمم ايكوال في بي على ار ديفايس بلس ار اكسترنال. لو كان قال لك تلت كنت تقول له تلت اي ماكسيمم ايكوال وهكذا. فاهم قصدي؟ جميل جدا. طب انت بابا عايز مين؟ مش انت بابا عايز الار اكسترنال؟ نحل بقى على طول. تقول له بص يا عم والله العظيم ار اكسترنال ايكوال وتعمل بقى اللي انت عايزه. شقلب الرقم وقلل واحد، شقلب الرقم بدل هاف تبقى 2، قلل منه واحد تبقى 1 ار ايه؟ ار ديفايس. يبقى الار اكسترنال اللي انت عايزها 2 ماينس 1 ار ديفايس اللي هي كام؟ 6000 اوم. يبقى برضو الثانيه مين؟ 6000 اوم. بص هنا اعرف اخد الدرجه ليه؟ عشان بص والله كاتب قبله بس الدخله منين، حتى شقلبت الرقم وقللت واحد ما كملتش ايه؟ باقي الستبس. وصلت؟ يبقى انا كده اعرف اخد درجه محترمه في السؤال. افتكر قانون مكتوب، اليونت مكتوبه، الفاينل انسر مكتوب، يبقى انا ايه؟ زي الفل. السؤال اللي بعده The opposite figure show an ideal transformer. يعني ايه ideal transformer؟ لقيتها بكام؟
1 that connected between an AC source and bulb. متوصل بين AC source وبulb. then what is type of transformer؟ طيب والله يا عم الترانسفورمر بعرفه منين؟ يا اما يديني اللفات باينه، يا اما يديني الفولت، يا يديني الاي. هنا معايا الفولت؟ لا، ما قالش الفولت هناك كام. طيب هل اداني شكل اللفات؟ لقيت السكندري اكبر او البرايمري اكبر؟ لا، بس اداني الاي. مستر احنا مش قلنا في ترانسفورمر الفي زي الان بس رايح عكسهم؟ يعني في الفي لو كان الان بتزيد او الفي بيزيد كنا بنقول ستيب اب. طب الاي لا العكس. فهنا بص يا حبيبي، هنا الاي كان 0.1 بقت ب 2 امبير. فهنا حد واخد باله ان الاي زادت؟ ولو الاي زادت يبقى ده ستيب اب ولا داون؟ احب اعرفك ان اول اجابه دي ستيب داون ترانسفورمر. ليه؟ عشان الاي سكندري اصغر من، انا اسف، اكبر من مين؟ اي برايمري. بس كده اخد على الدرجه؟ طبعا اخد على الدرجه. طيب الاخر سؤال او اخر حاجه قال لك كالكوليت الريشيو بتوين في اس على في بي. يلا يا معلم، مش في الترانسفورمر بنقول الايتا في بي، هو كده شلت الايتا عشان قال لي ايديال. في بي على في اس ايكوال ان بي على ان اس ايكوال العكس اي اس على اي بي. حد جاب سيركل النت؟ لا. الفي بي معايا بكام؟ 220. في اس اللي انا عايز، بقول لك ايه، ده كمان مش عايز ده، هو عايز مين؟ عايز على طول في اس على في بي. حبيبي هو مش في اس على في بي هي اي بي على اي اس، صح ولا غلط؟ يبقى من غير ما توجع دماغك الاي بي بكام؟ 0.2 والاي اس بكام؟ ب 2، وتطلع 1 على كام؟ 1 على 10. هنا بقى اليونت بتاعتها ايه؟ يا مستر ده قال لي في يبقى فولت مغفل. ليه يا بابا مغفل؟ بعد اذن سيادتك في الريشيو اوعى تكتب يونت. يبقى انا مستر اكتب يونت؟ لا ما اكتبش. حد عنده مشكله؟ كده الحمد لله احنا خلصنا كل بوينت في الاسئله، فهمنا كل حاجه جت منين وراحت فين. بعد اذنك دايما وانت بتحل الاحسن ان انت بتحل الاول، بعد كده تشوف انا بحل ازاي. تمام؟ ربنا معاكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي تاني امتحان فبراير ان شاء الله. ربنا معاكم.